لقد جئت إلى هنا كشخص وحيد. ظننت فقط أنني بالعلم سأستفيد، فقد كنت أريد بحياتي الاستقرار، ولكن ما خبأه القدر كان مليئا بالكثير من الأسرار. ولكن مع كل تلك المؤثرات، المآسي والعقبات، سأصل إلى حلمي للنهاية. فأنا سأظل ثابتا، سأظل صامدا إلى النهاية، ولن أحيد إلى طريق المجرمين والأشرار. وكما قال الشاعر: ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلاما، والعيش في الدنيا جهاد دائم، ظبي يصارع في الوغاد رغاما. تلك الشريعة في الحياة فلا ترى إلا نزاعا دائما وصداما. السلام والاحترام على متابعينا الكرام، وأهلا أهلا 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 بكم في الفيديو الدمار. فيديو من جمدانه وحلاوته هيقلب الساحة النار يا حبيبي نار. أقسم لك إنك هتعيش معايا حالة من الأكشن والدراما مليئة بالإصرار، ولكن بصراحة كده عاش عليكم يا ابطال. فانا امبارح قلت لكم عاوزين 10,000 لايك علشان انزل الفيديو، وما شاء الله في خلال 3-4 ساعات بس كنتم مكسرين الرقم ووصلتونا لاكتر من الهدف المطلوب. والله بتحسوني ان ده العادي بتاعكم، اللي هو زود يا عم انت مستقل بينا ولا ايه؟ علشان كده فعلا المره دي هزود عليكم. ايوه، التحدي المره دي هو انكم توصلوا الفيديو ده ل 15,000 لايك، وطبعا هيكون في مفاجاه كالعاده، ولكن مش هنعلن عنها دلوقتي. علشان كده كل اللي عليك تصلي على النبي وتحط اللايك في البدايه، تتفرج على الفيديو للنهايه، وهيا بنا نبدأ في حكاية الحكاية. ده هو جو السمارت مان، واد جامد فشخ دون جوان، في سنة أولى جامعة، وده اليوم الأول ليه في الدراسة وفي المدينة كلها. فهو كان عايش في قرية ريفية بسيطة قبل ما ينتقل هنا للدراسة. المهم إن في وقتها بيروح لحارس أمن الجامعة ولسه بيقول له أنا طالب جديد وعايز أدخل السكن الجامعي، وجاءه رد الصادم بيقول له بص في تليفونك كويس كده يا فاشل أنت. بيبص فعلا، وهنا وقعت الصدمة. الواد من كتر الأحمال والضغوطات اللي كانت عليه قرأ التاريخ غلط، ونسى إن بداية الدراسة بكره مش النهارده. جا واتصدم، قعد يفكر اعمل ايه طيب في المشكله دي؟ انا ماليش مكان اروحه دلوقتي، وبرضه مش هينفع ارجع بسبب مصاريف المواصلات العاليه اللي امي جمعتها بالعافيه علشان ما تكسرش بخاطري وما تحرمنيش من حاجه. بيميل على فرد الامن وبيقول له دخلني بس اقعد جوه، هو يوم واحد مش هيأثر عليك في حاجه. الراجل قال له لا يابا مستحيل، دي قواعد وقوانين ما اقدرش اكسرها باي شكل من الاشكال. جو فضل يتحايل عليه اكتر واكتر، يجيبه يمين يجيبه شمال، وفرد الامن اللي في دماغه. للأسف ما قدرش خالف الإرشادات، وإلا أنا هتعاقب بسببك. جو أيقن إنه مش هيوصل لحق ولا باطل معاه. كده الواد بقى في الشارع من أول يوم ليه، خلاص ما عندوش أي مكان يبات فيه، ولو فكر حتى يرجع بيته من تاني هيصرف فلوس قد كده وهيحمل أهله تكاليف هم مش قدها. بيقرر ساعتها إنه يقضي اليوم في المدينة في الشارع، وبكرة يبقى يسجل في الجامعة عادي. طول النهار هيلف في المدينة وهيتعرف على الأماكن الجميلة اللي فيها، وبالليل هنام في أي مكان وخلاص. فعلا ده اللي قرر يعمله. بيتمشى في المدينة وبيعجب بشوارعها الرئيسية، وفعلا متعوب عليها وكانت حاجة بريمو على الآخر. لكن الأزقة والأماكن الضيقة ما كانتش أحسن حاجة. الواد بيفضل ماشي على الGPS لحد ما بيوصل للمسبح ده، بينزل يشوف جواه ايه، وفجأة إذ بعين ذهبية تحدق به. الواد خاف جدا، ولكن في النهاية طلع قط برتقالي ظريف. جو أصلا بيحب النوع ده من الحيوانات، بيفضل يلعب مع القط اللي أول ما بيسمع صوت الجرس بيختفي على الفور من قدامه. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الواد بيلف وشه وبيرجع يبص على المسبح من تاني، بيلاقي المكان اتغير بالكامل. كمان راجل غريب بيظهر وشغال يرمي في اوراق كوتشينه ببذخ عليه. الراجل ده شكله ساحر العين او حاجه شكل كده. الغربان بتخرج من مكانه والواد اترعب، هيعملها على نفسه من كتر الخوف يا عيني. لكن في ظل هذا الوضع المأساوي بيظهر الراجل الاصلع ده وبياخد شنطه الواد لسه هيقول له غيرت رايي يا عم الحاج، بس ده ما صدق لا حد يعبره. فالفندق ده انتشر حوله اشاعات رديئه وما فيهوش غير 3-4 قاعدين. العجوز وقتها بياخد شنطة الواد وبيفلق بيها. جو بينادي مهما ينادي، ولكن ده مش بيعبره، علشان كده بيقرر يدخل وراه. لكن بمجرد ما وطئت قدماه سرت عليه لعنة هذا المكان العجيب. يا إلهي، جو حاليا لسه مش مدرك ومش حاسس بأي حاجة. بيطلع جري ورا العجوز وبيقول له رجع شنطتي يا ابن الحرامية، أنا مش عاوز أقعد عندكم، لا هتقعدني بالعافية ولا إيه؟ بيقول له تعالى بس هظبطك يا عم أنت. الغربة
الغرفة 404. ده الجناح الملكي الخاص بالامبراطور تشين. بيفتح الباب وبيقول له اهلا 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 بيك، انا ليليانج وانت جست عندنا النهارده. جو قال له انا لا جست ولا يحزنون، انا عاوز شنطتي واخرج من هنا بس مش اكتر. حاول ياخدها اكتر من مره بالعافيه ولكن حاول مهما يحاول ولا حياه لمن تنادي. العجوز بيقول له على فكره مهما تلف ومهما تدور مش هتلاقي افخم من فندقنا يا مغرور، فانت دلوقتي في الجناح الفاخر 404. الواد بيقول له فاخر مين وبتنجان مين؟ ده العنكبوت مالي الشقه يا عم، المخدم كمكمه ومحدش دخل المكان من سنين ضوئيه تقول لي جناح فاخر وبتنجان؟ ده حتى المعيز تقرف تعيش هنا يا جدع. الراجل بكل برود قال له شكرا على كلامك الجميل ده، مش عارف اقول لك ايه، اتمنى بس ما تكونش بتجامل. بجامل مين وبتنجان مين يا عم؟ انا مش ممكن اقعد هنا ثانيه واحده. اي نعم انا فقير بس مش للدرجه دي يعني. بيسحب الشنطه وكان لسه بيستعد للمغادره لكنه بيتفاجأ بوصف العجوز الدقيق ليه. بيقول له انت طالب في كليه الفنون مش كده؟ واضح جدا من هدومك ولبسك وهندمك انك شخص ذواق، شخص جامد اخر حاجه، فاجر ومفيش من ميتين امك اتنين. وصدقني بقى فانا اعرف واعرف حاجات كتيره، ولو مشيت من هنا فانت الخسران. جو فعلا اول ما بيسمع الكلام ده بينهبل. بيقول له بجد هو انا باين عليا جذاب لدرجه العذاب بالشكل ده؟ قال له ايوه، فانا عرفتك من شياكتك يا عم. هو في حد بالجمال والحلاوه دي؟ كداب فعلا الراجل ده. والله يا صديقي زي ما بقول لك كده، ده هو عارف كل المعلومات دي من الكارني بتاعه اللي سرقه من شنطته. لكن ما علينا يعني. بيسعى عليه اكتر وبيقول له انت لو كنت مشيت كنت هتفوت على نفسك المتعه البصريه اللي بجد. بيفتح النافذه والمنظر كان جميل وخلاب بدرجه كبيره. بيقول له ها عرفت ليه المكان ده بالذات مميز؟ وانا كمان يا عم هقدم لك خصم 10%. الواد قال له انت هتشغل دماغك عليا يا عجوز انت ولا ايه؟ انت مش لسه قايل لي 30% لما كنا واقفين هنا؟ بيقول له مش هتفرق يا عم، خليها علينا خالص المره دي. وفي هذه اللحظه تقع عين الفتى المغوار على تلك اللوحه المطموس بها وجه صاحب الصوره. بيقول له بتاعت مين الصوره دي واللي متخربه بالشكل ده؟ وهل نقدر نشيلها ولا لا؟ العجوز قال له اياك يا عم تشيلها، فدي بالذات ارث من اجدادي وابويا وصاني عليها قبل ما يموت، فهي لها قصه جميله جدا تحب احكيها لك. بيقول له يابا الكلام ده ما يشغلنيش، هو انا علشان ضحكت معاك شويه هتصاحبني؟ شيل اللوحه دي والا انا همشي دلوقتي. بيشيلها فعلا وبيلاقي وراها فتحه غريبه بيبص من خلالها وبيشوف المقيمه في الطابق العلوي. ليليانج بيمد ايديه علشان يتاكد وفعلا يا صديقي بيشد حاجه من هدومها. بيطلع على طول علشان يرجعها ويعتذر، لكن وفجاه ايد بتخرج من الفتحه اللي في الجدار وبتاخد التيشيرت ترتدي هدومها وبتطلع تقابلهم. جو كان مكسوف جدا لكن ليليانج حور عليها وقال لها ان الزبون الجديد ما كانش مصدق ان الاوضه اللي في الطابق الخامس مسكونه وحب يتاكد بنفسه مش اكتر. بتقول له تمام يا عم وبتوقع الواد بحركتين قدامه. بيقول له هقعد يومين بالظبط وبيسال عن مكان ياكل فيه، فبيدله على مطعم متوسط الحال بس بيحذره يتاخر عن الساعه 12 بالليل. اياك تتاخر عن الوقت ده. ليليانج كان بيتكلم بجديه شديده علشان كده جو صدقه. قال له يا عم تمام مش هتاخر عن الوقت ده. بيطلع بعدها يدبها في محلات الاكل اللي وصفها له، والاكل كان جامد حبتين، عجبه خالص والواد بياكل لحد ما بيقول يا بس. بيخلص اكله بينما هو في طريق عودته بيتوه وما كانش عارف المكان فين بالظبط. بيقول في نفسه انا متاكد ان الفندق كان هنا. بيبص في التليفون وقتها ولقى الساعه جت 12. كده خلاص هو اتاخر عن الميعاد اللي الراجل حددهوله. وفي وقتها اصوات غريبه بتتسمع في المكان وبيضيء باللون الاخضر. بيظهر شخص قدامه كمان وهوب تليفونه بيرن. العجوز ليليانج بيفتح له بيقول له اتاخرت ليه؟ اتزفت نام حالا ودلوقتي. جو بيبص على الراجل الغريب بس مش بيلاقيه. بس ازاي كده؟ انا متاكد اني شفته، متاكد اني مش بهلوس ولا حاجه. لا ليليانج بيدخل ينام ومن هنا تبدا الغرابه. نعم يا ساده، يسقط الفتى من السماء وكانه جثه هامده، ثم بطريقه غريبه غير مبرره تبدا بالتحرك. ايعقل ان يكون انسانا؟ مستحيل. فاي حد طبيعي بعد وقعه زي دي هيموت بلا شك. بيمشي ورا الكائن الغريب وبيطلع تليفونه علشان يصوره. بيقول في عقل باله ما يمكن يكون ده واحد بيمشي وهو نايم ولا حاجه، ففي الحالات اللي شكل دي انا لازم انقذه. الواد النايم ساعتها بينزل البحيره ولو محدش لحقه هيموت بالفعل. فعلى طول وبدون تردد جو بيروح عليه وبيمسكه، لكن وقتها يتحول القمر من لونه الازرق البراق للون الاحمر القاتم. الخوف يملا المكان والظلام والسواد تحيط بهم من كل اتجاه. تسلل الرعب في قلوبهم وحينها يظهر طو غريب يطفو في السماء. جو ما عادش مصدق اللي بيحصل قدامه. الواد هو كمان بيختفي وجو بيحاول يخرج من البحيره بس لا، الموضوع مش بالسهل كده اكيد. ايوه ده في حاجه بتسحبه لتحت. بيعافر وبيطلع بصعوبه شديده لكن النبته بتسحبه من تاني. خلاص شكلها نهايتك يا ابو الصحاب. بيحاول يخرج في محاوله يائسه منه
النجاة، بس ده صعب عليك، علشان تعيش النهارده لازمك معجزة. بيفتكر حلمه وبيقول لا انا مش هستسلم، لازم اعافر علشان حلمي ومستقبلي اللي انا لسه ما عشتوش، ده لسه اول يوم ليا حتى في المدينة. الواد حرفيا في موقف لا يحسد عليه وبيبذل قصارى جهده للنجاة، لكن الموضوع ما زال مستحيل عليه. بس على عكس المتوقع والغريب بصراحة، فالطوي الغريب بيطلع راجل طيب وبينقذه، بيرمي على اليابسة وبيقف هو يتعامل مع الوحوش اللي قدامه. جو بيقع على الارض ينظر للطوي في السماء وهو لا يعي حقيقة ما يحدث حوله. انا في حلم ولا في حقيقة ولا فين بالظبط؟ دماغي مضطربة وما عدتش قادر افكر باي حاجة. ماء البحيرة هو كمان بيجف، تظهر منه نبتة اسطورية وشكلها خطيرة لابعد الحدود. المظهر ده فعلا يرعب اي حد في الوجود، ولكن الطوي ما خافش من حاجة وكأنه كان عارف ان جوه البحيرة دي في وحش. النبتة هجمت عليه والطوي بيتصدى لها بقدراته الخاصة، ولكن الموضوع مش بالسهولة دي. النبتة بتحوطه بظلام والطوي مش قادر يتنفس، بتقول له استسلم يلا، بس الواد بيضحك وبيقول لها احنا ما بدأناش لسه. بيفك نفسه بسهولة وجو قال لك اللي بيحصل قدامي ده جنون بمعنى الكلمة، لا ده انا كحيان ومش بتاع الكلام ده يا عمنا. بيتحامل على نفسه علشان يقوم بس ما بيقدرش، فهو دلوقتي اتصف رجليه. النبتة هي كمان بتهجم على جسد الطوي المدبج وبالجراح، والواد بيحوط نفسه بدرع علشان يحميه، حرفيا بيعافر علشان يقدر يقف قصاده، لكنه مش بيقدر يستحمل اكتر من كده. الدرع اللي بيحميه اتكسر. استغل الفرصة دي وبينقض على الوحش باقصى سرعة، بيجري على جسمها برشاقة وسرعة لا تكاد توصف، بيوصل لعينيها وهوبا بيديها واحدة بتخلص عليها. قوة جبارة فعلا، لا جامد يلا. جو في الوقت ده بيعرف ان اللي قدامه ده مش انسان طبيعي، ده وحش كاسر بكل معنى الكلمة. كان عاوز يتكلم معاه ولكن التعب بيغلبه وبيغمى عليه. وفي مكان اخر مجهول نرى ذلك الشخص الغريب يتحدث قائلا قد وصل اخيرا الفتى المعجزة، الفتى الذي انتظرناه طوال هذه السنين، حامل قوة تايسون الاسطورية، انه جاو. يا حلاوة، فيا ترى هو مين ده بالظبط؟ بعد تلك الأحداث المروعة وبعد مضي تلك الليلة المفجعة، يستيقظ جاو مرتعدا لما حصل له بالأمس. بيكشف عن رجله علشان يبص على التعويرة اللي فيها، ولكن مفيش أي أثر للإصابة اللي كانت في رجليه. ده ازاي كده بس؟ بيفتح موبايله علشان يشوف الفيديو اللي صوره، لكنه برضه مش بيلاقي غير صورة القط الكهرماني والكلام ده. بيقول لنفسه يبقى أكيد كنت بحلم ولا حاجة. ما علينا يا عم جاو، قوم جهز شنطتك واستعد لأول يوم ليك في الجامعة. بيجهزها فعلا، وقبل ما يخرج بيسمع العالم ده بيتكلم في التلفزيون عن البحيرة العظيمة اللي جفت. في صباح هذا اليوم استيقظ الجميع على خبر جفاف البحيرة العظيمة. الست احسن بتسأله بتقول له في رأيك اللي ممكن يكون السبب؟ الراجل قال لها اعتقد كده ان شيئا خاصا قد حدث هنا ليلة امس، فلان مفيش كهوف تحت الارض ولا آلات تفريغ مياه على الشاطئ، كذلك لم تكن درجة الحرارة مرتفعة لتبخر هذا الكم الهائل من المياه، فاكيد حاجة غريبة حصلت هنا. فعلا الراجل ده بيتكلم صح. جو اتصدم من اللي سمعه، ده معناه حاجة واحدة بس، ايوه اللي حصل امبارح كله كان حقيقي. يا الهي، ده ازاي كده؟ طب فين الجرح اللي كان في رجليا؟ فين الالم اللي كنت حسيت بيه فيا؟ انا بجد مش فاهم اي حاجة، مش فاهم انا ايه جابني للمدينة من الاساس. ما كنت قاعد في ريف كافي خير شرعي ومش بعمل اي حاجة، لكن دلوقتي انا لازم اروح السكن الجامعي قبل ما يتملى بالكامل. وفعلا بيكبر دماغه وبينزل علشان يروح للجامعة، وحماسه كان ليفل ماكس كالعادة. بس تفتكر انها هتلعب معاه؟ لا والله. فالموظف بيقول له انت جيت متأخر يا ابن الناس وما فيش مكان لك في السكن الجامعي. يا حلاوة، الواد قال له انت هتشتغلني ولا ايه؟ طب انا هقعد فين بالظبط؟ شاور له على المدينة كده، وبعدها خدوا الفندق العجوز ليليانج. انت هتقعد هنا بما انك ما لقيتش مكان عندنا. الواد اتعصب بيزعق معاهم بعلو صوته، انتوا متفقين سوا مش كده؟ بيكون غضبان جدا. وفي الاثناء دي بتتكلم المزري وبتقول لهم كلامهم مظبوط، الجامعة السنة دي استقبلت طلاب زيادة عن كل سنة، والفنادق اللي زي دي تعتبر بديل للسكن الجامعي. الواد بيصدقها فعلا، والبنت دي اسمها يونا بالمناسبة، بنت جميلة ولزوزة بنشئية، ولكن قلبها طيب وبنت مظبوطة 100%، واكيد يعني طالبة في السنة الأولى مع صاحبنا دون جوان جاو. بتمشي من هنا وبيخرج الشاب الاسمراني من هنا، ايوه هو نفسه. جاو بيروح له بيقول له انا قابلتك امبارح مش كده؟ الواد قال له لا، لكن جاو كان مصمم، انت اللي كنت بتمشي وانت نايم، انا متأكد، انا مشيت وراك وشفت كل حاجة. الواد ما بيدلوش اهتمام، وجاو بيدخل الفندق، وبمجرد ما رجله لمست الارض شافها الواسة
وفكروا ان في حلى ومراكليز باللون الاحمر تحتيه، ما كانش عارف مصدر الحاجات دي ايه بالظبط. وهوب العم ليليانج بيفوقه، في ايه يا ابني اتحرك انت لسه واقف ليه؟ بيقول له انا شفت حاجات غريبه على الارض دلوقتي، ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ قال له تلاقيك تعبان شويه بس مش اكتر، ما تمسكش التليفون 24 ساعه وانت هتبقى كويس يا اخويا. الواد قال له لا انا متاكد ان في حاجات غريبه بتحصل في المكان ده، رجل يسير اثناء نومه، اخر يطفو في السماء، كائنات غريبه تخرج من البحيره، وتلك الاشياء المضيئه على الارض هنا، كل ده اكيد مش تخيلات. الواد الاسمراني كان هيعترف له بكل حاجه، لكن ليليانج اتدخل وقال لهم لا مفيش حاجه. بيطرق الواد الاسمر وبياخد البطاقه من جاو وبيشوف عمره وتاريخ ميلاده بالتفصيل، وبيتصدم بكل معنى الكلمه. بيتيقن ساعتها ان الفندق هو اللي اختاره مش العكس، لا بيقول مرت 300 سنه عن النبوءه وما كنتش متخيل انها تحصل في الوقت ده، بس طالما جه فاكيد اللي جاي كله دمار. اخيرا اللعنه هتتكسر، الفندق هيرجع يدخل فلوس زي زمان. اي لعنه تلك التي يتحدثون عنها يا ترى؟ ويا ترى ما مصير ذلك الفتى المجنون؟ يبدو ان فجر هذا العالم ليس ذهبيا كما يدعي البعض، لكن نسيبنا منهم ونطلع برا. بنشوف الراجل السري ده بيأمر اتباعه بتدمير الفندق اللي في جاو النهارده. يا نهار ابيض، الشخص الغريب بيتكلم وبيقول تدمير الخمس طوابق العليا شيء عادي جدا، لكن المشكله الوحيده قدامنا هي ال 18 طابق التي بالاسفل، لانه لو استيقظ ملك الجنوب سيقضي علينا لا محاله. الوضع معقد اكتر مما نتخيل يا جماعه. جاو بقى في الوقت ده كان في اوضته لسه بيفكر في الوضع اللي حصل امبارح، وبيقول ازاي يعني دي تهيؤات، كل الادله قدامي واضحه بس محدش ناوي يعترف هو ايه اللي بيحصل بالظبط. بيفتح تليفونه وبيتفرج على انمي لورد الغوامض، بس طبعا مش بيكون حلو علشان العبد الله لسه ملخصوش، فبيرمي التليفون وبيقعد يريح جسمه شويه. لكن فجاه بتظهر فتحه جديده في الجدار وبتدخل ايده فيها، بيتسحب لمكان غريب، مكان كله احمر في احمر، وقدامه الساحر اللي انقذه امبارح. الواد بيقول له فهمني ايه اللي بيحصل بالظبط، هو انا هنا ليه من الاساس؟ يلا اتكلم وخلينا افهم كل حاجه. بيضربه وبيقول له اخرج من هنا يلا. بيفوق وبيقوم علشان يغسل وشه، بس فجاه يا عيني على المفاجاه، وما بتظهر بنت من العدم قدامه وبتحط عليه، بتقول له امشي من هنا حالا ودلوقتي. ايوه دي واحده من الاثنين اللي هيدمروا المكان، فلورا، ست قادره بنظره حاده ملقبه بوردة الجحيم السامه، وده علشان تكون غداره يا زميل. زميلها تحت بيدمر المكان اللي فيه العم ليليانج، وبيهدده انه هينسف المكان ده عن بكره ابيه. وها قد بدات المجزره. ليليانج بيتدارك الموضوع وبسرعه بيطلع تمائم من جيبه وبدا في استخدام قدراته، ملاقي المكان كله دخان وجه من وراه علشان يغفله، بس لا عندك يلا، المحارب ده قوي بصوره مش طبيعيه، بيثبت ليليانج في مكانه، واضح كده انها مش هتكون معركه سهله. لا بيهبده في الجدار وبيثبته زي الذبيحه وبيوري له جسمه، والعم بيتاكد انه من الخارقين. بيقول له ايه جابك هنا وليه عاوز تدمر الفندق؟ قال له هدفي هو الكنز اللي تحت الطابق ال 18. قال له ليليانج مش لازم اي حد يلمس اي حاجه في الفندق والا العواقب هتكون صعبه لابعد الحدود. بيطلع تميمه ثانيه وفي نفس الوقت ده واحد ثالث بيقتحم الفندق، بس على مين يلا؟ الواد الاسمر بيطلع تنين بيعمل معاه الصح والمظبوط، بيخبطوا شمال في يمين، وجو صاحبنا بيتضرب زي الحزين بالظبط. بيقول له يلا يلا امشي من هنا، هو انا هكرر كلامي كتير ولا ايه؟ بيسحب شنطته وبيعمل نفسه ماشي، وهوب بيهبدها بالشنطه على دماغها، واحده مكانها كانت هتموت بس دي بتاكل بني ادمين يا عم انت. بتغضب وبتقول له انا مش هرحمك يلا. الواد حاول يحل معاها ويعتذر منها لكن دي مش هتسيبك، لا بيطلع يجري لحد ما بيوصل للطابق الخامس وبيحاول يحذر يونا منها وبيطلب منها تهرب. غلبان ما يعرفش انها استاذه فنون قتاليه كمان. فلورا بتدخل عليها بكل ما اتاها من قوه، بس بوم ابلع يا بنت انتي. جو حرفيا مش مصدق اللي بيحصل قدامه، بيقول لها ده انت جامده اخر حاجه. البنتين بيهاجموا بعض بشراسه، وجاو عاوز يساعد يونا باي طريقه، بيحاول يهبط فلورا على دماغها بس ما بيلحقش من كتر سرعتهم الجباره. الاتنين دول في مستوى اخر تماما. يونا بتجيبها على الارض والعم ليليانج كان مفشوخ تحته حرفيا. الحاصل بياخد منه التميمه اللي فرحان بيها وبيعلقه على الحيطه تاني، بيثبته جامد والراجل بينزف من كل مكان. بيحذره من العبث مع الكائن الغامض تايسون، ولكن ابن الهرم ده مش بيفرق معاه، بيقول له ما تشغلش بالك يلا برا عنك انت يا حبيبي. بياخد منه واحده الخواتم، ويونا في الوقت ده كانت ماسكه البنت مشخرماها بكل معنى الكلمه، بتهجم عليها من تاني وبتهبدها في الجدار. البنت ما بتستسلمش وبتروح علشان تاذيها، لكن يونا كانت عنيفه لابعد الحدود، بتستخدم اسلوب قتال سري وبتجيبها على الارض قدامها. البنت دي قوتها مش عاديه، لا جو اشتغل تطبيل وقال لها الله اكبر عليك يا بنت الناس، ده انت مسكت البنت كسرت عظم وشها، وهي يا عيني ما قدرتش
قدرتش تعمل قصادك اي حاجه. ما بتردش عليه، والواد الاسود اللي اسمه زي بالمناسبه بيخبط اللي قدامه خبطه بتخلص عليه، شويه دم بيجوا على وشه فبيغمى عليه لان عنده فوبيا من الحاجات اللي زي دي. الحاصل بيطلع على الدرج وبيدور على مدخل الطوابق الدنيا باستخدام خواتم جورجيا اللي خدها، بس وقتها بيحس بحاجه غريبه. ايوه ده حس بجاو يا جماعه. بيطلع جري عليه ويون بتقول له اهرب يلا. لسه بيسالها في ايه بالظبط وجاء الرد سريعا. ايوه ده هو حاصد الارواح. بيحاول يمسك الواد علشان يستحوذ على قوته، لكن جو بيقدر يفاديه بسهوله. بيخرج بره الاوضه وهو مش مصدق القوه اللي حطت عليه فجاه دي. بياخدها جري لفوق وخلاص ما عادش ليك اي مهرب يا حبيبي. بيفكر يرجع بس الحاصل بيسد الدنيا عليه، بيحدف عليه الكنب والدواليب وجاو بيتفاجئ انه قادر يرفعها بايده بالسهوله دي. جروحه هي كمان بتتعالج ولا ده ايه الحلاوه دي؟ هو انا اكتسبت القوه دي امتى؟ الحاصل بيمسكه من رقبته وبيرفعه لفوق وبيقول له رجع القوه دي مش بتاعتك يلا. ما بيستناش رده وبدا فعلا في استخراجها من جسده بوحشيه. الواد بيتألم بشده، بيصرخ من كتر الوجع اللي حاسس بيه، قلبه ينبض بسرعه خاطفه وخلاص بيغمى عليه. لكن تفتكر انه هيموت يا زماله؟ لا ده استحاله. بوم بيحضر على المكان الرجل الفنان، بيكسر عظم الحاصل وبيرعبه كمان. ايوه هو ملك الجنوب اللي طلع هو نفسه الساحر اللي انقذ جو عند البحيره. الحاصل بيعتذر منه بيقول انا كنت بهزر معاك مش اكتر، بس للاسف هزار يتقل شويه زي ما انت شايف كده، فعلشان كده ارجوك اسمح لي اعيش يا ملك الجنوب. الملك بيعفو عن حياته فعلا والراجل كان واخد بعضه وماشي، لكن جو ما قدرش يمسك نفسه. بيقول له بتهزر معانا ازاي بس؟ انت قتلت صاحبتي وكنت عاوز تاخد القوه اللي في جسمي دلوقتي، ازاي ده هزار؟ الراجل بيقول له عندك حق، قدام القوة اللي هتخليني احكم العالم واسيبها وامشي اطلع من المولد بلا حمص يعني، لا تبقى بتحلم يلا. بينطلق بسرعة خارقة عليه، بس هو انا مش حذرتك ولا ايه؟ ملك الجنوب بيقول له انت اللي جبته لنفسك يلا. بوم بياخد واحدة تفصل راسه عن جسمه اللي بيتلاشى وبيخرج مكانه الدبوس ده. يا نهار ابيض، قوة جبارة لأبعد الحدود. جو بيقوم وتفتكر ان كده خلص الموضوع، لا والله. ايوه فالحاصل لسه ما ماتش. ملك الجنوب بيصد هجمته وبيتضح ان ابن الهرم ده بدل جسمه مع احد رفاقه، اصبح لديه قوة لا تقهر بمعنى الكلمة. بيغترب نفسه على الاخر وبيهاجم ملك الجنوب. الراجل كان سندله ومش فارق معاه اي حاجة، بيصد هجماته وبيحمي جو في نفس الوقت. الواد كان خايف فشخ، جت خيبة يلا. الراجل بيهجم عليه بس ده عندهم اكله. ملك الجنوب بيلو دراعه وبيطيره من قدامه. بس هو انت بتهزر ولا ايه؟ لا والله ده زي ما تكون شك الدبوس بالنسبة له. بيهجم عليه تاني والملك شغال يفادي كل هجماته وبرضه بيحاول يحمي جو اللي بيشكل عبء كبير عليه. بيقول له انت اللي بتحمي وادي العرل اللي وراك ده، يفضل تحمي نفسك وترتاح بعد معركة امبارح الطاحنة. وعلى طول بيهجم عليه وبيحاول يصيب جو بشتى طرق، والى الان ملك الجنوب تصدى لكل شيء. بس الواضح كده وعلى ما يبدو فقوته لسه ما رجعتش بشكل كامل، لا اكيد هيواجه صعوبة قدام الوحش ده. الملك بيطير في الجو وبيهجم عليه مرة ولا مرة وبدون اي فايدة. ملك الجنوب وقتها بيتضايق وبيديله واحدة بترجعه اخر السطح، وساعتها الواد قال ما بدهاش بقى، استخدم كل قوته، بيطلع العشرات بل المئات من الاشواك في الثانية الواحدة وبيهجم عليه بيها. حينها ملك الجنوب قال ما بدهاش بقى، بيسيب جو في ثانيه بيكون وراه، بيثبته وبيلغي قطراته كمان. اي كلمات اخيره خليها لك مش عاوز اسمعها. جو بيصرخ عليه وبيقول له انهي. الملك كان هيعمل كده فعلا، لكن الحصد بيقول له حاجه بتشتت انتباهه. بيتكلم عن الابره اللي بسببها ماتت كل عيلته، ابره سموم تايسون. بيقول له ارجوك سامحني يا سياده الملك، فانا ما كنتش عارف انه مهم قوي كده بالنسبه لك. ايوه يا اخويا وماله، ما هي كل واحده تغرف في الغرفه وفي الاخر تقول لك ما كنتش عارفه. بيقول له احكي لي عن الابره دي وهفكر وقتها اذا كنت هسيبك ولا لا. بيقول له شكرا جدا للكرم عليك، وبدأ يقص عليه الحكاية. ففي أحد أيام فصل الشتاء بتدخل الأم دي على قبوبتها وبتستدعي الطبيب ده علشان يعالج ابنها المصاب واللي هو حاصد الأرواح دلوقتي. بيدي له إبرة تيسون وبيقول للأم بعد 7 أيام بالظبط ابنك هيبدأ يتحسن. تمر الساعات وتفوت الأيام، وبعد 7 أيام فعلا بيفوق ابنها والدم على ايديه. الواد فاق لأمه وأخواته وكل عيلته مقتولين بسبب الدبوس اللي الدكتور اداهوله. الواد يا عيني اترعب عليهم وصرخ صرخة كانت تحمل بداخلها حزن يكفي عوالم وأكوان. الواد اتدمر بكل معنى الكلمة، مشى من القرية وتعدي الأيام ويفوت على اليوم ده 40 سنة بالتمام والكمال، لحد ما بيقابل الشخص الغريب ده والباقي انت عارفه يا صديقي. بيقول لي أنا محتاج القوة اللي في جسد الواد ده، بيقول لي أنا هوديك للمصدر ذات نفسه. انتقال بياخده للطبقة 18، والراجل أول ما بيشوف القوة اللي قدامه بيتهبل بكل معنى الكلمة، بدأ يمتصها بشراهة. لكن الموضوع مش كده، لا القوة بدأت تخنقه، بتضغط على جسمه أكتر وأكتر. وملك الجنوب بيقول له الفرق بينك وبين جاو إن
تايسون هو اللي اختاره بنفسه، وبوم بيخلص عليه وبيرمي جنب التاجر اللي استأجره من البدايه. جامد يا عم والله. العم ليليانج هو كمان بيطلع لسه عايش، وجو بيقول لهم البت بتنزف تحت ولازم نلحقها. بتنزف؟ انا زي الفل قدامك اهوت يا عم انت. وبيطلع انها ما ماتتش ولا حاجه، لا لكنها مثلت انها ميته علشان ما كانتش هتقدر عليه. صحيت، بس لما البت التانيه استرجعت وعيها طبعا دبوها خناق في بعض، وفي الاخر يونا ادتها بالجزمه ورمتها من الشباك. جدع يا بت والله. الواد الاسمر بيطلع كويس هو كمان، والدنيا اخر حلاوه. بس هل فعلا الدنيا اخر حلاوه؟ تبقى غلطان. ايوه، فابن الهرم استحوذ على جسم التاجر اللي اجره وغفلهم تغفيله سواد. اوبا جو حنجرته اتخرمت حرفيا ومش قادر ياخد نفسه. الدنيا بتلف بيه وبيقفل عينه وخلاص شكلها النهايه. ملك الجنوب وقتها بيتضايق وبيطلع الوحش اللي جواه، وبوم بيخلص على الحاصد مره واحده وللابد. بعدها بياخدوا جو للعلاج، والحاصد ما كانش لسه مات، لا. فوقتها بيكلم الزعيم وبيطلب منه المساعده، لكنه بيرفض. بيقول له انت حته حثاله معدوم الفايده، انا مش محتاجك بعد كده، سلام ايها الحثاله. ويخلص الكلام بينهم على كده. الشرير في ذلك الوقت بيروح علشان يطعم الطير الجارح بتاعه، وشكله كده مش ناوي على خير نهائيا. جو وقتها كان فاق الجرح اللي في رقبته شوفيه بالكامل، وبيستغرب من المكان اللي هو فيه، وبيطلب من ملك الجنوب تفسير حقيقي اللي بيحصل ده. بيقول له انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، انا ازاي اكتسبت القوه دي وليه من الاساس. الملك وقتها بيجاوبه، بيقول له في مهرجان ليله الاشباح من يومين كان من المفترض انك تغرق في البحيره وتموت، ولكن جزء من تايسون بيدخل جواك وبيعالجك بسرعه البرق، فانت دلوقتي بقيت جزء منه فعلا. وتايسون ده بقى مش وحش ولا حاجه يا صديقي، لا ده كيان من عالم غامض ومجهول. في العاده هو بيهاجم الناس، ومن اكتر من 300 سنه محدش قدر يتوافق معاه. بس انت يا صاحبي مختلف، فاقولها لك من تاني، دلوقتي هو جزء منك بالفعل. جاو مصدوم بكل معنى الكلمه، مش مصدق. بيقول له لا يا عم، اكيد مفيش حاجه من دي حصلت، ونفترضنا ان كلامك صح، فليه هو اختار شاب فقير زي حالاتي من الاساس؟ ثانيا انت قلت البحيره، ده معناه اني ما كنتش بتوهمه ان ده حصل بجد. قال له امال انت فاكر ايه يا حبيب قلبي؟ دلوقتي انت بقيت جزء منه، وده سبب القوه الغريبه اللي جات لك فجاه. انت دلوقتي تمتلك القوه التي ليس لها مثيل. جاو اتفاجئ، ادرك حينها انه ما عادش شاب غلبان وبقى جامد فشخ دون جواد. بيقول ده الدنيا هتحلو على الاخر، هدغدغ الدنيا، واي حد هيقف قدامي هكسر دماغه. بس ثانيه واحده يا عم، انا مالي ومال كل اللي بيحصل ده وليه انا برضه؟ رد عليه وقال له في منتصف الشهر السابع مهرجان الاشباح، هي ليله اكتمال القمر الدموي، المصائب تملا الارض، الكائنات تعاني، وبمجرد حجب ضوء القمر القرمزي تفتح بوابه الاسرار، ولاغلاق هذه البوابه لابد من ظهور المختار، والمختار ده هو انت يا جاو. الواد قال له فهمت، بس انا مالي برضه، واشمعنى انا بالذات؟ يعني من بين 7 مليار انسان على كوكب الارض ما لقيتوش غيري وتختاروني؟ انا ماشي يا عم وماليش دعوه بالهري اللي انت بتقوله ده كله. بيقول له مش هتقدر، انت مش هتقدر تتحرك من هنا يا معلم، انت هو المختار. جاو ما بيسمعش كلامه، بيظبط نفسه على طول وبيستعد علشان يروح جامعته. بيطلع اول رجل في الثانيه وبيقول لنفسه شفت، مفيش حاجه حصلت لك يا عم الناس. بيطلع يجري وهو مبسوط وخلاص، افتكر ان مفيش حد هيقدر يوقفه. بس فجاه رجلي بتوجعه، بدات تسيح بصوره غريبه، والواد بيصرخ ويتألم، جسمه بيتعفن بالكامل وبيغمى عليه. معقوله هو مات؟ لا والله، الواد بيصحى من تاني وهو زي الفل عند تايسون. ملك الجنوب بيقول له مش قلت لك ممنوع انك تغادر المكان ده لانك المختار؟ دلوقتي انت اصبحت جزء من تايسون وما تقدرش تبعد عنه وتسيب المكان وتمشي. جاو مش مصدقه وبيحاول يخرج تاني بعجلته شقيه، لكن برضه يا دوب بيبعد مسافه معينه بيرجع لنفس النقطه من تاني. الواد يحاول تاني وتالت ورابع وعشرات المرات، وكل ده من غير فايدة. ايوه خلاص انت اتدبست يا معلم. الواد وقتها كان في حالة لا يحسن عليها، بيكلمه بكل غضب وبيقول له يا عم انا مالي بكل ده، انا ما عملتلكوش اي حاجة، كل اللي انا عاوزه هو اني اروح الجامعة بس مش اكتر، انا عاوز ابسط حقوقي، اكل واشرب براحتي، اخرج واتمشى براحتي، ماذا عن دراستي، وماذا ايضا عن العودة للمنزل، احقا ساظل عالقا هنا؟ بيمسك فيه ملك الجنوب بيقول له هو ده قدرك اللي محدش يقدر يغيره، اتكتب عليك تعيش طول حياتك هنا. جو قال له على الرغم من كده انا مش هستسلم. بيفتح الباب وبيخرج في حاله ميؤوس منها، والواد ده ما عادش بيهزر بعد دلوقتي، ملامحه بتتحول للجديه التامه، واللي هو انا مش هستسلم مهما يحصل. بيطلع يجري، بس بمجرد ما بيبعد شويه صغيرين كالعاده بيتعفن وبيقع على الارض، مع ذلك مش بيستسلم، لا. جو يا عيني رافض اللي بيحصل له تماما، وبيقول كل دي خرافات وانا هخرج من هنا بكل تاكيد، هخرج علشان اسجل في الجامعه زي اي حد، هخرج علشان اشوف عيلتي واطمن على امي،
هخرج علشان اثبت للجميع انه لا وجود للمستحيل. بيزحف على الارض وجسمه كله بيتعفن، بيدوس على طراطيف صوابعه وبيتوجع اكتر واكتر، وجو بيعافر بكل معنى الكلمه، بيصرخ بعلو صوته. ولكن هتعمل ايه بس؟ فانت خلاص مش هتقدر تعمل اي حاجه، هي دي حدودك في العالم يا صاحبي، فانت هو المختار. في الوقت ده كمان ملك الجنوب بيحس بمعاناته وبيصعب عليه، فهو عارف كويس قوي معنى الشعور ده. بيطلع تميمه من معاه وبيختم بيها قوته وبيقول له ما تقلقش يا عم، طول ما التميمه دي معاك هتفضل في امان وتروح في اي حته زي ما انت عاوز. جو فرح جدا وحضنه، والراجل كان متفاجئ، فدي اول مره حد يتعلق بيه بالشكل ده. جو بيشكره وبيجري يسجل حضوره في الجامعه، وكان مبسوط على الاخر. وفعلا هي دي ضريبه انك تكون مختار. المهم يعني الواد بعد ما بيطلع بيعمل 1000 نسخه من التميمه اللي معاه، وبيروح على محطه المترو. بيقول لنفسه فكك يا عم، لا تعليم ولا يحزنون، انا حياتي في خطر ولازم اهرب في اسرع وقت. نص التاني بيقول له لا، ده واجبك وانت بطل دلوقتي، فانت لازم تحمي الابرياء. لكن برضه مازال في شعور جواه بيقول له بطل مين وبتنجن مين يا عم؟ هو انت هتصدق كلام الناس الفاضي ده؟ بلا كلام فارغ، احنا لازم نخرج من هنا. قال انقذ العالم، قال هو انا قادر انقذ نفسي. بيركب المترو بالفعل، ولكن الشر المطلق كان بيراقبه. ايوه، فالاشرار لا يهدؤون ابدا. قوه جو بتخرج عن السيطره، والواد مش مصدق نفسه، خلاص مش عارف يتحكم فيها. بتحاول تاكل الراجل ده، وجو بيحاول ينقذه بشتى الطرق. الراجل كان نايم على نفسه، وجو ما زال بيحاول السيطره على قوته الجديده. وشه بيقلب جليتشات وحاجات كده ما يعلم بيها الا ربنا. تايسون بيهدى في الاول شويه كده، وبعدها بيغفله وبينقض على الراجل الغلبان. كان خلاص هيقتله، ولكن جو بياخد باله وبينقذه في اللحظات الاخيره. الراجل بيخاف عينه وبيفتكر واحد من الجمعيه وهو عاوز يقتله. الواد اتحط في موقف زباله حرفيا. بينزل المحطه الجايه وبيدخل الحمام ده، والشرير بيراقبه من بعيد، وعامل النظافه ده بيسمع صوته بينازع جوه. بيدخل علشان يشوف ايه بالظبط، وجو بيقول له اياك تيجي لهنا، انا كويس وزي الفل، اهرب انت بس وما تبصش لوراك مهما يحصل، اهرب قبل فوات الاوان. تايسون وقتها بيخرج عن السيطره، وقلم الواد كل ما بيزيد عليه اكتر واكتر. العم بيترعب عليه وبيحاول يفتح الباب علشان يشوف ايه اللي بيحصل. لسه هيلمس الباب وهوبا قوه الواد بتخرج عن السيطره بالكامل. العم مات مرعوب من بشاعه المنظر اللي قدامه، بيحاول يهرب املا في النجاه، لكن بسبب رجله المصابه وتقدمه في العمر بيقع على الارض وبيستسلم للامر الواقع. بس افتكر انه هيموت يا صديقي، لا والله. بوم، الاسطوره ملك الجنوب في المكان. ايوه هو ده الاسطوره اللي بجد. بيتصدى لقوه جو الهائله وبيختمها بتقنياته الخاصه. جو بعدها بيغمى عليه من شده حاله الهلع اللي مر بيها، ما قدرش يستحمل واغمى عليه. بياخدوا الملك حامل جنوب، والعم ليليان جه بيصلح الموقف. ما هو لو الراجل ده حكى اللي شافه في الاخبار الدنيا هتتقلب. بيقول له قلبك ضعيف ليه يا راجل انت؟ ده حته فيلم كنا بنصوره، وكل الاشكال والحاجات اللي انت شفتها دي مجرد مؤثرات بصريه سعرها غالي جدا جدا، علشان كده تبان انها حقيقيه بالظبط. ليليان جه بيستغل ان الراجل ده ملوش في الافلام والمسلسلات وكده، وبيقول له ان جو ملك الجنوب دول ممثلين مشهورين جدا في الاخبار. بيفضل يصيح عليه، والراجل فعلا بيصدقه. والعم ليليانج حوار تيجي على قديمه فعلا. الغلبان بيقوم على شغله، وليليانج بيقول الحمد لله عدت على خير دلوقتي. ما حدش كان عارف ايه اللي هيحصل بالظبط، لكن في ذلك الوقت كان ملك الجنوب مستغرب من اللي حصل لجاو. فالبعد المفروض يسبب تعفن الجسم مش خروج القوه عن السيطره، ولكن هي دي ضريبه انك تكون من نسل جورجيا. فملك الجنوب ما كانش مطمن برضه، وادرك ان جو مستهدف من قبل الاشرار. بتعدي فتره بسيطه وجو بيفوق من تاني. تايسون بيلعب معاه، والواد بيقول له ارحم امي العيانه. بعدها بيكلم ملك الجنوب بجديه وبيقول له هي التميمه اللي انت اديتها لي بايظه ولا ايه؟ الواد قال له لا يا عم مش بايظه ولا حاجه، هي بس ليها مده محدده تحميك فيها، والمده دي هي 3 ساعات فقط لا غير، وانت قلت يا دوبك انك رايح الجامعه وهتيجي في نفس اليوم، فيا ترى بقى انت كنت بتعمل ايه في المترو؟ الواد بيتحرج منه وبيتوه معاه في الكلام وبيقول له مش عارف، بس ما كنتش بهرب يا عم ولا اي حاجه. على كل حال شكرا لانك وصلت في الوقت المناسب وانقذتني، والا ما كنتش عارف هيحصل لي ايه بالظبط. بيميل عليه بعدها وبيقول له والنبي يا باشا اديني تمنتين كده ولا كده ماشي بيهم حالي اليومين دول، اوعدك يعني اني مش ههرب تاني ولا هعمل اي حاجه، فانت عارف اخوك سندال قد كلمته. الراجل بيقول له حل عني ياض يا ابن الفشله، ما بيحلوش، وبيقول له انا كنت هخرج بس علشان اشتري لك هديه. ايوه كنت هعمل كده علشان تعرف انك ظالمني بس. بيديله في دماغه وبيرميه على السرير. الواد بيقعد مش عارف يعمل ايه، يقرا شويه ويعمل شويه، بيفتح انمي يتفرج عليه، وكالعاده مش بيفهم حاجه علشان العبد الله لسه ما لخصوش. بيزهق جامد وبيقول هو علشان هيركليز ما بينزلش فيديوهات مش هلاقي حاجه اتفرج عليها. هو في ايه بالظبط؟ معلش يا اخويا والله الفتره الجايه كلها دلع في دلع، انزل انت بس اشترك في القناه وفعل زر الجرس واستنى العظمه اللي بجد. جو بعدها بيفكر في اللي هيعمله الفتره الجايه، بما انه يعني لا عارف ياخد تمائم ولا اي بتنجان. تليفونه بيقع تحت السرير، فبينزل علشان يجيبه ويتفاجأ بهذه اللوحه الغريبه اسفل سريره. بيطلعها فعلا، وعارفين يا جماعه دي مش لوحه واحده بس، لا دي لوحات كتير جدا، والمشترك بينهم وش الشخصيه والاسم المكتوب ادناها جورجيا يانتينج. هو ده اصل كل حاجه من
الاساس. جو بيبص على الارض وبيشوف الورقه ديت، بيفتحها من هنا وبيتصدم بكم المعلومات اللي جواها. بيتيقن انها خريطه المكان مهجور هنا في المدينه. بيقرر يروح يستكشف الموضوع بنفسه ويمكن يوصل لاي حاجه. يمضي الوقت سريعا وبالفعل بيروح عند البوابه هو وزاي. بيقارن التميمه بالخريطه اللي معاه وبيتضح ان الختم اللي عليهم هو نفس الختم. زي بيقول له ايه البتاع ده يا اسطى؟ قال له لا يابا كله الا دي، فانت ما تعرفش كم المعاناه والاحراج اللي تعرضت له علشان اقدر اخدها. وبيطلع انه حاول يرشي اكتر من مره بشيبسيات وعصاير، لكن ملك الجنوب بيرفض كل ده. ولكن بعدها الواد بيطلع الاندومي، وطالما ادالنا اندومي يستاهل استثناء المره دي. بس يلا مش مشكله. جو قال له تمام يا معلم. وحاليا قدامهم ساعتين و45 دقيقه يلاقوا فيها اي دليل يكشف لهم الحقيقه. الواد بيدور في كل مكان يمين شمال بس مفيش اي حاجه. بيحط ايده على البوابه وقوته بتتفاعل معاها، بتحوط النقش ده وبيضيء بالاحمر قدامه. اوبا ده شكل كده النقش ده هيوصلني لحاجه ولا ايه؟ بس انا دلوقتي هطلع ازاي؟ بيتضير على زيه وبيقول له تعرف بروسلي يا اخويا؟ انت شبهه بالظبط. عاوزك تاخدني لهنا بقى وما تقلقش انت قدها يا بطل. زي بيتحمس من كلامه وفعلا بيقول له انا اقدر اعملها. بيجهز نفسه وفعلا بيعملها وبيطلع لفوق. بيساعد جو على الصعود هو كمان، والواد بيمد ايده على الختم وبمجرد ما بيلمسها بيشوف المجزره اللي حصلت هنا في الماضي. يا نهار ابيض، دي حرفيا بركه من الدماء. الضوء بيتحول للاخضر والبوابه بتقع بيهم، بتقلبهم في المكان الغريب العجيب ده. وملك الجنوب بيحس وقتها بحاجه غريبه. بيعرف ان احدهم عثر على مدخل المذبحه العظمى جورجيا. العيال بتخرج من الميه بنجاح وبداوا يتمشوا في المكان املا انهم يلاقوا اي حاجه او يخرجوا حتى قبل ما الساعتين ونص يخلصوا. بيقربوا من البوابه دي وكان مكتوب عليها كلام غريب جدا. دول باين عاملين لعنه ولعنين الشخص المسمى جورجيا يانتينج. فيا ترى مين الشخص ده وحكايه كره الجميع ليه؟ وهل هو من تسبب في تلك المجزره من مئات السنين؟ خلونا نكمل علشان نعرف. بيدخلوا الممر واول ما بيدخلوا نيران زرقاء بتنير المكان بالكامل. بيخافوا جدا لكنهم بيعرفوا وقتها ان دي آلية حديثة بس مش اكتر. بيكملوا سكتهم بس فجأة بيسمعوا صوت اشخاص في المكان. ايوه في حد هنا. بيستخبوا علشان يغفلوه اول ما يجي، بس بيطلع العالم اللي طلع في التلفزيون من البداية. بيسألوا انت بتعمل ايه هنا؟ لقوا فرسان مسلحين بضلوع حديدية بتهاجمهم. زي بيتقاتل معاهم ولكن دول مش بيموتوا بالساهل، لا. ففي الحالة دي هيعملوا ايه؟ الكل بيفكر ايوه هو ده الكلام السليم يابا، شلح واجري. زي والعالم الغريب بيسبقوا جو والواد بيرقد باقصى سرعته علشان يجاريهم. بيتكعبل في الحجره دي وجنود الظل بتحوطه من كل اتجاه. كانت خلاص هتقضي عليه بس هل ده هيحصل؟ طالما زي موجود فلا والله. بيخلصوا عليهم والغلبان بيشعر بالامتنان ليهم. بيشكرهم ولكن دول ما رجعوش علشانك، لا. الواد بيبص وراه بيلاقي جيش ملوش اول من اخر من جنود الظل ديت. يا ولاد الخبيثه. جو بيتعصب جامد وبيفعل وضع السرعه الخارقه وبياخدها جري في المكان طياري. بيعديهم كلهم وبيلحق بزي والعالم المجنون وبيوصلوا للغرفه الفاصله دي وخلاص ما عادش ليكم مهرب يا حبيبي. جنود الظل بتقرب منه وبتملى المكان بالكامل. دي شكلها النهايه بلا شك. الكل بيرتجف من شده الخوف واذ فجاه جو بيلاقي الختم الغريب اللي على التميمه على الجدار. بيضغط عليه فبيفتح باب سري قدامهم. الجنود بتوع جوه والحمد لله عدت على خير. ثانيه كمان بس والواد كان هيودع اصدقائه. الباب اللي وراهم هو كمان بيفتح والعالم المجنون اخيرا بيعرف عن نفسه. بيقول لهم انا عالم اثار كبير واسمي هو دافنشي. جيت هنا علشان اكشف اسرار عائله جورجيا المدفونه. بيوري لهم كل الكتب الاثريه القديمه وبيعرفهم عن الرجل الشرير الذي انتبذه الجميع، جورجيا يانتينج ملك الجنوب الثاني. يا حلاوه، يعني ملك الجنوب الحالي اكيد له علاقه بيه. وبدا يعرفهم سبب كره الناس ليه. واتضح ان الشخص ده قتل ابوه واخوه وعشيرته بالكامل علشان يستحوذ على العرش. الاسطوره بتقول انه نخبه من اقوى محاربي فنون القتال حاولوا يوقفوا لكنه كان في مستوى اخر وقضى عليهم جميعا. جو بيفتكر كل اللي حصل معاه من ساعه ما قابله وبيساله وبيقول له هي المعلومات دي موثوقه ولا لا؟ بيقول له امال انا بهزر معاك يعني ولا ايه؟ فدي كلها حقائق تاريخيه بس مش معقوله يعني يقتل كل دول علشان يوصل للحكم، بس اكيد في حاجه تانية احنا ما نعرفهاش. الواد قال له معاك حق، فهو كان عنده طموح اكبر فعلا وكان عاوز يسيطر على الوحش ده. يا الهي، دي شكل اللي جاي ما يبشرش بالخير بمعنى الكلمه. لكن في نفس هذه الاثناء بيوصل ملك الجنوب على المكان وبيتقدم بخطوات ثابته، لكن بمجرد ما بيقرب حبه منهم بتدب فيهم الروح من جديد. يا رب، قوة ملك الجنوب الهائلة قد أدت لإيقاظ الوحوش النائمة. قوة جبارة بكل معنى الكلمة.
الكلمة. دافنشي بيحكي لهم عن السبب الحقيقي وان يانتينج قتل اقربائه جميعا علشان يروض الكيان الظلامي تايسون، واللي لازم علشان تستحوذ على قوته بشكل كامل تدمجه مع بشر عنده مشاعر زي الكره والحقد والغضب، الحاجات الوحشية اللي شكل كده يعني. هي دي المشاعر اللي هتؤدي لاستيقاظ تايسون بشكل كامل. وفي الخارج بيتقابل ملك الجنوب مع الحارسين اللي كانوا في مستوى مختلف تماما عن بقية الجنود. طبعا الواد حرفي فشخ قدامهم ولا حاجة، شغال يفادي هجماته ببراعة وبيتذكر الماضي، بيفتكر طفولته السعيدة مع اخواته الكبار ناجي وكولين، وبيبص للتمثالين دول زي ما جه في بالك بالظبط، فهم دول اخواته. بيفعل قدرته الخاصة وبيحدد مكان جو بسهولة، واخواته بتحاول تمنعه لكنه بيعتذر لهم، انا اسف ولكن لازم انقذ حياة حاوي تايسون بقدر الامكان. كان خلاص هيعدي للناحية التانية بس كولين كتلي بالمرصاد. ملك الجنوب مش بيقدر عليه ودافنشي بيفتح لهم بوابة جديدة، بدأ يحكي لهم عن قصة تايسون، ودي هي المعلومات اللي جمعتها عشيرة جورجيا. فقبل آلاف السنين أصيبت الأرض بنيزك فضائي عملاق، هذا النيزك كان يحمل بداخله عدو البشرية تايسون، الوحش الذي بدأ الحرب البيولوجية وقضى على البشر وجميع أشكال الحياة على وجه البسيطة في طرفة عين. بدأ وكأن البشرية ستباد على يد ذلك الكيان الغامض العين، ولكن ما يخبئه القدر كان أعظم بكثير، حيث ظهر من بين السماء محارب أسطوري ختم ذلك الوحش العين مستعملا قدراته الخاصة تقنياته المحظورة، واستطاع بقوته أن يجلب السلام للبشرية، ومن ثم اختفى ولم يره أحد قط إلى يوم الناس هذا. وذلك المحارب كان يدعى المتصل الأول. جو استغرب بكل معنى الكلمة، قال معقولة ينتنج هو المتصل الأول؟ دافنشي ضربه وقال له لا، ينتنج ده وحش بحق وحقيقي، مستحيل يكون هو البطل اللي أنقذ العالم. لا، الواد كان حاسس إن في حاجة غلط وبيفتكر كل اللي حصل بينهم وقد إيه هو طيب، وبيقول الكلام ده مستحيل يبقى حقيقي بأي طريقة، فما فيش شخص شرير يعمل اللي هو عمله ده. الراجل بره كان بيتقاتل مع اخواته الاتنين وبيقدر على واحد منهم وكان هيفقع عينيه، لكنه بيتملك اعصابه في اللحظات الاخيره وبيرمي سلاحه وبيفعل دايره سحريه تحتهم بيثبتهم بقدرته الفتاكه. بس مش كفايه يا زميلي، لا دول اعتياء جدا وفكره انك تهزمهم مستحيله. بيفكوا جزء من الخيوط اللي مقيداهم وكلها عده محاولات بسيطه ويتحرروا بالكامل. الواد بيزود قوته اكتر واكتر وبيطلع روح بيحكم امساكهم وبوم بيطرشاهم في بعض، بيقعد فيهم وبيعتذر عما بدر منه في الماضي، وبعدها بيدخل يدور على الجو جوه علشان يلحقه قبل ما وقته يخلص ويحصل له حاجه. لكن في الوقت ده بيدخل مع زي وتفنشي الممر الغريب بالتقنيات الصغيرة، وبيتضح ان الاطفال دول في الماضي كانوا بيستخدموا كقرابين، والعالم بيطمنهم وبيقول لهم ما تقلقوش من حاجة، فهم دلوقتي مجرد جثث هامدة لا اكثر. الواد بيبص وراه لها من صدمة، نعم القرابين على قيد الحياة. البت دي هي كمان بتهاجم يانتينج والورا بقى مرزي لأبعد الحدود. جو الرجالة بياخدوها طيران من مكان، واللي بيحصلني يكسرني يا جماعة، بيقضوها يمين في شمال والوحش لسه وراهم يا خال، بيهاجموهم بغباء والعيال بالعافيه بتتفادى هجماتهم. دافنشي بيقول لهم يا جدعان احمدوا ربنا، دول اضعف من الفرسان بمراحل. الواد مش بيلحق يخلص كلامه والفرسان بتيجي معاهم يا زميلي، بيقول لهم عادي يا شباب دول اغبياء يعني، احمدوا ربنا ان ما عندهمش عقل يفكروا زينا، والا كانوا هيحصلنا من ورا وقدام ولا كنا هنعرف نعمل معاهم اي حاجه. ما بيلحقش يكمل كلامه والفرسان بتحاصرهم من قدام والقرابين من ورا، ويا حلاوه هم دول اللي بينطلق عليهم المثل اللي بيقول الهلاك امامكم والموت خلفكم. ده كده خلاص هي دي النهايه. دافنشي قال له لا يا حبيبي ما تفكرش اننا هنموت، لا طب هنعمل ايه بالظبط؟ قال له خد لك ساتر واتفرج على القوه اللي بجد. بيخلع البلطو عينك ما تشوف الا الكذب في كل مكان. الواد بيخلص عليهم كلهم بضربه واحده، لا بجد جامد جامد مفيش كلام. جو بيقول له يا جدعان حرام على امكم، مش تقول انك جامد كده يا عم. الواد بيلبس البلطو بكل شياكه وبيقول له ما تقلقش اقل حاجه عندي. الوحوش بتيجي من وراهم تاني فبياخدوها جري لحد ما نفسهم بيتقطع. هو ده اللي كان اقل حاجه عندك برضه. بيوصلوا للمكان الغريب ده وقدامهم 6 بوابات، الفتح والشفاء والحياه، وهم دول الابواب المباركه ال3، الاصابه والموت والدهشه، ودول بقى الابواب المشؤومه ال3. مكتوب بالنص كده الاختيار الخاطئ يعني الهلاك المحتوم. العيال ما عادتش عارفه تعمل ايه، وجنود الظل خلاص داخلين وهيقتلوهم. دافنشي استسلم للموت بس جو عمره ما هيستسلم، لا بيسحبوا من ايده وبيدخلوا باب الموت. بيوصلوا لحافه هويه وافتكروا ان مفيش حل قدامهم خلاص، بس فجاه بيلاحظوا جسر غريب ومصر متعرج هيعديهم للناحيه
التانية بيركضوا في اتجاهه، والواد كان هيوقع، بس في نفس الوقت دي ميزة مش عيب، لا جنود الظل ولانهم ما يعرفوش يتحركوا كويس بيقعوا للاسفل وبيموتوا. جو العالم بيعبروا الجسر بنجاح وبيوصلوا الضريح اللي قدامهم ده. يا الهي، جو بيروح علشان يشوف في ايه، لكن خلاص تميمة الحماية وقتها بتخلص. تايسون بيتواصل معاه والمكان بدأ يتهد على دماغتهم. العالم بينادي على جاو علشان يهرب، ولكن ده ما عادش سامعك، لا تايسون مسيطر عليه بالكامل، وشكل اللي جاي ما يبشرش بالخير بمعنى الكلمة. يا نهار مش فايت، بس ازاي ده حصل؟ هو مش المفروض وقت التميمة خلص وخلاص؟ يبقى ازاي كده؟ ينتنج بيستشعر الطاقة الجبارة اللي خرجت منه بدون تفكير، بيهرع على انقاذه، لان المسبح ده هو مكان ختم تايسون الحقيقي، ولو اندمج مع المختار فهتتولد كوارث بمعنى الكلمة. الواد بتحصل له حاجات غريبة وده ما عادش طبيعي بعد دلوقتي، لا بيتدخل ملك الجنوب وبيقطع عليه على امل انه يمنع الارتباط بينهم، ولكن لا انت اتأخرت جامد يا صديقي. تايسون بيحط عليه من كل اتجاه، والوقت فات على انقاذ جاو خلاص. بيعالج جسم الواد المتضرر وبيستعيد عافيته في ثواني معدودة، واول ما بيشوف ملك الجنوب قدامه بيتجنن عليه، فشكله كده هو المتصل الاول اللي ختمه من زمان. الواد بيتجنن اكتر واكتر، بيهجم عليه علشان يقتله، لكن ده عمك يلا. الواد بيديله رجل بتبعده. دافنشي كان بيراقبهم من بعيد ومش مصدق اللي شايفه. اللي بيحصل قدامي ده اشبه بالجنون، هو مش المفروض ان ينتنج هو اللي مروض الوحوش ده وبيربيه؟ امال ايه اللي بيحصل بالظبط؟ في الاساطير فيها حاجه غلط ولا ايه؟ جو ملك الجنوب نازلين في بعض تخبطه ومحدش كان سايب فرصه للتاني، لكن التفوق طبعا للملك. بيكسر عظمه لكن ده ولا بيفرق معاه، بيرد عظمه على البرد وبيقول له تعالى لي يا ولد. بيشيل السلاح ده والواد اتطور يا جماعه، بينزل عليه تخبيط من كل مكان ما بيحلوش، لكن برضه ينتنج وانت مش هتقدر عليه. بيثبته وبيحاول يطلع تايسون من جواه، لكنه بيغفله. بيحاول من تاني وبيهجم علشان يصيبه، بس قدره التضليل فتاكه مفعله. بتلاقي هجمته بكل سهوله وقوم يالا مالك في ايه؟ جو بيقوم من تاني ولا كأن في حاجه حصلت له، والواد بقى جامد بصوره تتعدى الخيال. الراجل ادرك انه حاليا تمت السيطره على جوهر قوته، الحل الوحيد هو ختمه قبل ما يوصل لكانه ويسيطر عليه. على طول بيطلع سيفه العظم القاتل، والتاني بدأ في شن الهجمات عليه، ضربات يمين شمال شمال يمين، والملك شغال يتفاداها. ما كانش عارف يعمل ايه ويتصرف ازاي في الوقت ده، خصوصا ان ما عادش وقت قدامهم، لا شغال كسح وتقطع فيه من كل مكان، وتايسون بيجدد نفسه من تاني. بيقطعه مره اخيره وبالسكينه بيقول له وداعا يا اخينا. بيختمه جوه قلب الواد، ولكن ده ما كانش كافي، فبيستخدم ختم على جبهته وبيخفي العين الثالثه اللي ظهرت له. جو بيفقد وعيه، ودافنشي بيطلع يتمكن من يانتنج وبيقول له سامحني ارجوك، عايزك تسامحني على الكلام السيء اللي قلته في حقك من شويه، بس انا ما كنتش اعرف اي حاجه، ما كنتش اعرف ان السجلات محرفه وانك شخص طيب مش زي ما اتكتب عنك، لا انا عالم مشهور خد بالك، وهطلع اكتب كتب وانشرها، وصدقني هوضح للناس الحقيقه كلها، العالم كله لازم يعرف الحقيقه. لكن ينتنج رفض وقال له مستحيل، مش لازم تكتب كتب ولا تعمل ابحاث، ما تجيبش سيره عن اللي حصل هنا من الاساس، والا قسما عظما ما هخليك عايش ثانيه واحده. الراجل بيقول له ما تقلقش ولا يهمك اي حاجه، اللي انت عايزه هيكون يا رجوله. بياخد جو وبيسيبه وراه وبيمشي، وبتعدي فتره في الوقت ده بيحلم جو انه في مكان اخضر فاخضر صافي وجميل، وكان قاعد يتامل المنظر اللي قدامه وشغال يرسمه، لكن فجاه صوت بينده عليه، بيتسلل جواه وبيعكر المنظر الجميل اللي قدامه. الواد اترعب جدا بس ملك الجنوب انقذه. بيصحى الواد من النوم مفزوع، وليليان جه لما زاوله شويه بيقول له جو حبيبي اخيرا صحيت، بجد انت وحشتني جدا جدا، بقالك 4 سنين في غيبوبه وانا اللي كنت بصرف عليك، هات الايجار يلا يا عم. جو يا عيني اتصدم، 4 سنين مين يا عم انت؟ انا مش فاكر اي حاجه. بيدخل عليهم دافنشي وبيقول له بطل نصب يلا. ليليان جه بيتعرف عليه وبيطلع انهم ولاد عم من الاساس، انا قلت كده برضه. بيتكلموا سوا وبيهيصوا مع بعض، وجو ما كانش فاهم اي حاجه، بيكلم الواد وبيسال عن اللي حصل بالظبط، بس دافنشي رفض يجاوبه، عامل نفسه ما يعرفش حاجه، وقال له انت تعرفني ازاي اصلا؟ فانا اول مره اشوفك دلوقتي. جو قال له اول مره ايه يا عم؟ مش كنا انا وانت وزي في الضريح امبارح؟ الوحوش كانت بتجري ورانا، هو ازاي بس ما تعرفنيش؟ ليليان جه اشتغل تريقه عليه وقال له ما فيش حاجه اسمها كده، انت اكيد بتتخيل. الواد بيقول له انا لا بتخيل ولا اي حاجه، انا متاكد من اللي انا بقوله بالظبط. بالامر احنا دخلنا باب الموت ووصلنا لنهايه الضريح، دي اخر حاجه انا فاكرها، لكن ايه حصل بعد كده ده اللي هتقوله لي حالا. ودلوقتي العيال قالت له نقول لك ايه بالظبط؟ احنا ما نعرفش اي حاجه، ارقد يا تعبان وارتاح، واحنا هنروح نحضر لك فطير وتفاح. بيقفلوا عليه الباب وبيسيبوه في حيرته، والواد متلخبط من كل اتجاه، بيقول ازاي يعني؟ هو انا كنت بهلوس ولا ايه؟
عليه. بيغسل وشه في الحمام وفجأة ألم غريب بيصيبه. بيفتكر ان شاف تايسون وان ملك الجنوب هو اللي انقذه، وبيتوجع من تاني وبيقول هي هلاوس برضه ولا ازاي، انا مش فاهم اي حاجه. بيسمع صوت من تاني بينادي عليه، واكرة الباب شغاله تفتح وتقفل لوحدها. الواد اترعب جدا في الوقت ده، وينتنج ملك الجنوب بيسترجع قوته وبيستعد للي جاي كمان شويه، لان شكل في كارثه كبيره بتقرب منهم. جو بقى بيفتح عينيه وبيلاقي الاتنين دول عاملين له مفاجاه، بياكلوه بيظبطوه، بص بيدلعوه على الاخر يا معلم. بعدها بيتصلوا بيون علشان تيجي تحتفل معاهم، ولكن فلورا بتقطع طريقهم بدون تفاهم، بتهجم عليها والبنت شغاله تتفاداها، بتسندل معاها ولكن مفيش اي فايده. دي يونا يا ماما. وبيتضح ان بعد ما يونا هزمتها المره اللي فاتت اغمى عليها وفقدت كل ذكرياتها وجايه دلوقتي علشان تنتقم. يونا اتنمرت عليها وبعدها قالت ما بدهاش بقى، وبوم بتديها واحده في الثانيه وفي الثالثه بتخلص عليها. بعدها بتروح تحتفل مع الشباب وتاكل، وينتنجي كان بيراقبهم من بعيد وحس ان في حاجه مش مظبوطه في المكان ده. ايوه ده شكل في حد حاططهم في دماغه. وفي الوقت ده بنشوف الشرير اللي بيخطط تسريع عمليه اندماج تايسون مع المختار كان متعصب لأبعد الحدود. الطائر بيقول له ما تنساش ان المتصل الاول هو اللي بيحميه، فانا بقيت على الحاله دي بسببه. ينتنجي بيلاقي دميه الشرير اللي كانت بتراقبهم من على السطح وبيدمرها. الشرير حس بألم في صدره وعارف ان المتصل ما بيهزرش نهائي، لا ادرك انه هيواجه صعوبه في مخططه الجاي، وشكلها كده ما تبشرش بالخير المره دي يا صديقي. ينتنجي كمان بيرجع للشباب من تاني، واول ما بيشوف جو الجماعه سعداء بيفتكر اهله وناسه كان رايح عليهم، ولكن تايسون هو اللي وقفهم. جو بيروح يديله شويه حلويات لكن التاني بيرفض وما بيرضاش ياخد منه. بعد عني يلا، قال له ما تخافش مش هاخد منك تميمه سحريه بدلها، خد يا عم وما تقلقش، اعتبرها هديه مني حق ما انقذتني المره اللي فاتت. بيسيبه وبيمشي وينتنجي بيركز معاه، ما عادش عارف الواد ده بشر ولا وحش ولا هو ازاي طيب كده. بينتهي اليوم على كده، وفي اليوم التالي بتيجي للواد رساله من الكليه وانه يعني اتعمل له اول انذار لانه كده غاب يومين. لسه بيفكر مع حاله في طريقه ياخد بيها التمائم من ينتنج، ولكن الواد قال له لا يا روح امك، الموضوع ده تنساه نهائيا. الله يخرب بيتك يا عم انت فجعتني، بطل بالله عليك تظهر بغرابه زي دلوقتي، انا بس عاوز اروح الجامعه واعوض غيابي بس مش اكتر، ما تقلقش يا عم هرجع لك مش هخلع زي المره اللي فاتت. لا الواد قال له مستحيل مستحيل يابا، سيبك تخطو نص خطوه بره المكان ده. جو قال له يا عم مش هخطو نص خطوه علشان ما تزعلش نفسك، هخطو خطوه كامله. ساعتها المتصل ملك الجنوب بيغضب عليه واللي هو انا هشقك كده لو فكرت تتحرك من هنا. جو على طول اعتذر منه قال له يا عم انا كنت بهزر معاك مش اكتر، اللي تؤمر بيه يا سيدي الناس هنفذه والجزم على دماغي، بس اهدى كده وخلينا نعقلها سوا. انا لسه شاب زي ما انت شايف كده، وعاوز اشوف السما واتامل النجوم، عاوز الف الدنيا بحالها وادلع نفسي، ولو كنت عاوز تحبسني هنا فقتلنا احسن لي يا عم. لسه ما بيلحقش يخلص كلامه يا عيني، وينتنج بيحط السيف على رقبته. ايه ده يا عم هو انت هتقتلني بجد ولا ايه؟ بص بقى يا عم جو، لو فكرت تهرب صدقني مش هتردد لحظه واحده بس ان اخلص عليك. بيفضل مراقبه طول اليوم وحتى في النوم ما بيحلوش، بينما هو على حاجه فاخر من الاخر، وجو على الارض زي الكلاب. لا كده كتير يا عمنا، بيقول في عقل باله وهتفتكر اني هستسلم. لا يا حبيبي لا، ده انا جو الذكي السمارت مان، اكيد هلاقي حل وهغفلك واسرق منك تميمه وبعدها وعينك ما عدتش هتشوف وش امي تاني. ينتنج قال له ما عدتش محتاجها، ما عدتش محتاج تميمه علشان تخرج من هنا على رجليك. ايوه انت تقدر تخرج براحتك دلوقتي، فالغرض من حبسك هنا كان منع الشيطان تايسون من الهرب، لانه دلوقتي بقى جزء من جسمك ويقدر يتحكم فيك بكل سهوله. لو ما كنتش انا جنبك هنا فالشيطان ده هيستحوذ عليك وهينفذ مخططه الشرير في السيطره على العالم. فتايسون دي لعنه وليست قوه كما يتذكرها البعض، لكن انت تقدر تستخدمه للخير لو تعلمت اساليب الكينكو والكيكي كينجاي. جو قال له يطلعوا دول ان شاء الله. الواد لسه هيقول له لكن كان في سحر فابطله. بيغط وقتها في نوم عميق، بيتخيل جده المتوفي بيكلمه، بيحكي له ان دخل جامعه دلوقتي وكان نفسه يجي يزور قبره ويعرفوا انه حقق حلمه اخيرا. الجد قال له انا كنت متاكد من الاساس، فانت يا جو ما كنتش طفل عادي، لا كنت حاسس انك فيك حاجه مختلفه مميز عن الجميع اللي حواليك. بيقول له الكلمتين دول وبعدها بيختفي من قدامه. عين الواد ساعتها بالدمع وبيقول له انت كنت عارف يا جدي انا نفسي اعيش حياه طبيعيه وهاديه وسط العالم والناس، نفسي اكون زي اي حد. هل هذا كثير؟ هل هو صعب ام مستحيل؟ وحرفيا الواد كان في عيونه كميه حزن تكفي عوالم واكوان. تاني يوم بقى بيعمل للمعلم بتاعه شاي وبيقول له ها انا مدلعك اهو يا عم الناس، سيبني اخرج واوعدك خمسايه وراجع لك. بيقول له لا انسى يابا ما فيش منه الكلام ده يلا. بيصر عليه وينتنج بيشرب الشاي، وطالما شرب الشاي يبقى فخم على اللي جاي.
ازاي. بيوافق ان جو يخرج بس على شرط واحد بس. ايوه انا هاجي معاك، ولو حصلت منك حاجه كده ولا كده هفشخك بكل معنى الكلمه. اظنك عارف المقصد من كلامي كويس. الواد قال له تحت امرك يا باشا. بيخرجوا فعلا سوا للسوق علشان يشتروا فرشات رسم، بس بسبب نظر ينتنجي الغريب الناس بتحط عينها عليهم بيلفتوا الانظار ليهم، وجو قال مش هينفع كده. بياخدوا يشتروا له طقميه في الجامد منه، وبعدها بيعزموا على ايس كريم. بيقول له شكرا لك على اليوم الجميل ده، انا عارف ان مش من المفترض ان اخرج او اتجول براحتي وانا احمل بداخلي مثل ذلك الشيطان اللعين، بس انت مش عارف ده يعني لي قد ايه. انا بجد ممتن ليك ومش عارف اشكرك ازاي يا عم انت. الواد بيقول له يا عم على ايه ولا يهمك اي حاجه، وبعدها بيتقابلوا مع البت يونا بتعرفهم على مول فيه كل حاجه رخيصه، بس جو بيحس ان في حاجه مش كويسه بتحصل هنا. يون بتقول له معاك حق، ففي شائعات عن المكان ده وانه اصلا كان مقبره في الماضي، فانت ممكن ما تاخدش راحتك هنا. الواد بيقول لها تمام وبيتمشوا سوا. البنت كانت طيبه جدا معاه، وفجاه بيختفي من قدامها ويلاقي نفسه على حافه الانهيار. بيلحق نفسه بصعوبه ومحدش عارف اي حاجه هو ايه اللي بيحصل بالظبط. بيحاول ينادي عليهم بس ده زي ما يكون انتقل لبعد تاني او حاجه. ينتنج ويونا في الوقت ده بيحسوا باختفائه، والارض اللي كانوا واقفين عليها بدات تشع نور غريب قدامهم. ايوه دي تعويذه سحريه. بيطلع لهم وحشين ديوك خطيرين وشكلكم كده هتموتوا. الواد ساعتها بيصرخ فينا وبيقول لها هربي بسرعه، يلا اجري باقصى سرعه عندك وياك تبص لورا. البنت فعلا بتسمع كلامه، لكن الموضوع مش بالبساطه دي. ده بيطلع ان في حجز دم في المكان وده اللي بيمنعها من الخروج. يا نهار مش فايت. واحد منهم بيستلم يونا والتاني بيلعب ملك الجنوب. البنت شغاله تفادي هجماته وتسدد له هجمات، بس انت بس بتزغزغي ولا حاجه اثرت فيه من اللي فات. الوحش ده قوته جباره فعلا. هما الاثنين بيركضوا في اتجاه بعض وفي اللحظه الاخيره بيبعدوا عنهم. الوحشين بيهجموا مع بعض وينتنجي بيخلص عليهم في هجمه واحده. لا جامد يلا. لكن بيحس وقتها ان طاقه تايسون بتعرض طاقته الداخليه وده بيأثر على اداؤه في المعارك. لكن تفتكر ان بكده خلص الموضوع؟ لا والله، ده دي البدايه بس مش اكتر. بيهاجموا بالاسلحه وينتنجي قال ما بدهاش بقى. بيهبد واحد منهم شمال والتاني بيرمي ناحيه اليمين، وبيقوموا من تاني والمره دي بيهاجموا بقوه وشراسه اكبر من زي قبل. فهم دلوقتي ما عادوش بيهزروا، لا بيقيدوه من عنقه وسطه خلاص كان هينهوه. ولكن تفتكر ان ده هيحصل يا زماله؟ قول لها معايا لا ده استحاله. يونا بتهجم على الواد ده وبتفك السلسله من عليه. ينتنجي بيفك السلسله الثانيه وبيهجم على الوحش الاول بينهيه. اللي بعده بياخد اللي في النصيب وبرده بيديه. بيموتوا وبيطلع مكانهم اتنين كمان بس باسلحه فتاكه. يا نهار ابيض، هو احنا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ لكن في الوقت ده جو كان لف المكان حته حته وما لقاش اي حاجه. ما عرفش يلاقي المخرج ولا يقابل يونا وملك الجنوب. كمان وقتها بيشوف دم على الارض وعلامات سيف واصوات خافته، فبيعرف انهم بيتقاتلوا لكنه مش شايف اي حاجه. تايسون بيمنحه قوته والعين الثالثه ظهرت. جو حاول يمنعها من الظهور بشتى الطرق، بس تايسون بيقول له ده انا بساعدك يلا. جو ما قدرش يمنعه باي طريقه، بس هو لسه محتفظ بوعيه جواه. بيبص قدامه كده وهوبا بيقدر يشوف الشباب بيتقاتلوا قدام عينيه. بيحاول يساعدهم او يكون معاهم، بس دي اوهام بالظبط ولا ايه؟ على طول بينزل الطبق اللي تحته، حرفيا بيمشي ورا شيطان تايسون زي المغفل وخلاص. بينزلوا لتحت وبيلاقوا قدامهم البت دي او القمر دي يعني. جو اتصدم، ده هو اللي جاب بنت جميله زي دي المكان موحش زي كده. بيقرب منها واول ما المسافه بينهم بتكون زيرو تقريبا البنت بتفوق وبيستحوذ على جسمها ملك الشر رهيب. بيقول له اخيرا جيت، اخيرا جيت ايها المختار، لقد انتظرتك طويلا. انا عارف ان المتصل الاول مزاولك وانت مش عارف تفلت منه، بس محلوله ما تقلقش. لو تعاوننا انا وانت هنقدر نوصل لمرحله الاندماج الكامل مع تايسون ومش هيهمك اي حاجه. لكن الواد بيرفض يعبره حتى ويقول له انت مالك يا عم انت، بره عنك يا عم انت وياك تدخل في حاجه ما تخصكش. بيجي لو كان فاكر انه مش هيعرف يجيبه، ولكن ده غلبان، ده بيمسكه بيرزعه في الارض كمان. بيقول له انت مش فاهم يا غبي، انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل فيك او ايه لازمه كونك المختار اساسا. جو قال له مش عاوز اعرف، حلك عني بقى يا عم انت. بس لا انا مش هسيبك. بيحاول يلعب في عقله علشان يضعف من قوه عزيمته وارادته، وبيقول له بعد ما تندمج مع تايسون بالكامل المتصل الاول هيقتلك، مش هيتردد ولا لحظه واحده حتى. باختصار كده انت مجرد وعاء لقوه تايسون الشيطانيه وحاجه لابد منها من اجل ختمه والقضاء عليه. الواد بيفتكر كل اللي مر بيسوى وبيقول له لا مستحيل، مستحيل ينتنج يعمل الكلام اللي انت بتقول عليه ده جمايله عليا ومغرقاني من ساسر راسي. للاسف انت مش تقدر تفرق بينا. الشرير وقتها بيتعصب وبيقيده، وتايسون من الداخل بيحاول يكسر الختمه علشان يتحرر ويستحوذ على جسمه بالكامل. طاقته بتخرج عن السيطره والشرير كان في اخر حماسه. لكن في الوقت ده ينتنج بيحس بتحطم جزء من الختم اللي على قلب المختار. بيعرف ساعتها انه لازم يحط حد للمازله دي في اسرع وقت. بيحاول كتير جدا لكن المكان هنا في حاجه بتضعفه. هو ويونا حرفيا في وضع الصعب لابعد الحدود. حدوقه كان هيغفل ينتنج وهو سرحان، لكن يونا بتتدخل وبتنقذه في اللحظات الاخيره.
جامده جامده مفيش كلام. جو وقتها كان يصارع تايسون والشرير وحيدا، والشرير بيقول له هو انت ليه بتقاوم؟ ده مصيرك ولازم تتقبله، ولا انت عاوز ايه يعني؟ عاوز تفضل كلب ذليل عويل في ايدين الخاين ده ولا ايه؟ تايسون بيخرج عن السيطره، ولكن الواد ده بيحاول يمنعه بشتى الطرق. ده مش قادر على اي حاجه، بيفتكر الناس اللي عانت بسبب تايسون والبنات اللي اتقدمت كقرابين وتعصب جامد. بيقول له هو مين تايسون ده من الاساس؟ ده حته نكره ولا يسوى. بيصرخ بقى على صوته، اخيرا بعد ما ارتفع بيقدر يختمه. الشيطان حرفيا مصدوم بكل معنى الكلمه. هو ايه الجمدان ده كله يا واد انت؟ هو انت لسه محتفظ ببشريتك ولا ايه؟ جو معرفش يرد عليه. ابن الهرمه شغال يستفز فيه اكتر واكتر، وبيقول له انت حقير يلا، انت حقير ووضيع ومالكش لازمه، غبي مش عارف مصلحتك مع مين بالظبط. انت اول مختار غبي اشوفه بالشكل ده حتى مع قوه جباره ومش عارف تستخدمها ضده وتنقذ نفسك. بيجيبه على الارض والواد بيقول له قوه اللي بتتكلم عليها دي قوه ايه بالظبط؟ تلك لعنه وليست قوه. بيقاوم تايسون وابن الهرمه بيستهدف قلبه علشان يفك الختم من عليه، وجو بيحاول يسد معاه لكن ده بيقيده من ايديه ورجليه. بيشدوا عليه وبيحاول يصيب قلبه من تاني، وجو بيشوف شعلة نار قدامه وبيفكر ازاي يستغلها. ايوه الواد كان لسه هيروح لها، لكن الوحش بياخد باله وبيهجم عليه، بس الواد بيوصل لها برضه وبيحدفها وهوبا. انت بتهزر ولا ايه؟ طبعا مفيش حاجه بتاثر فيه وبيرميها على الورد بتولع فيه. بعدها بيروح على شعلة تاني علشان يزود النيران اكتر واكتر، لكن الشرير بياخد باله ويقدر يمنعه في الوقت المناسب. جو حرفيا بيعاني لأبعد الحدود، لكن في نفس تلك اللحظات بتشتد المعركه بين ملك الجنوب ويونا ووحوش الديوك الخطيره. الوحوش ما بيخلصوش يا جدعان. ايوه دول بيتجددوا بصوره مش طبيعيه. حد وقع بيفتح رجل البنت يونا والتاني كان خلاص هيفصل دماغها عن جسمها، لكن هل ده يحصل في وجود ينتنج يا صديقي؟ لا 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 والله انتوا ما تعرفوش اي حاجه. الواد بيفعل درع حمايه حواليها وبيقول للوحوش تعالوا لي، ده انا هوريكم مفعولي. بيهجموا عليه ودول 4 مش 2. ينتنج طبعا مفعل قدراته الاسطوريه واذ فجاه بيحضر سحب الحضور الجبار. الوحش اللي هيقلبها دمار، وطالما انت قدام ينتنج هتجري زي الفار. ايوه هو ده الزعيم يا جماعه، ومعاه 3 كمان بيجاملوه. كده دول 8 من وحوش الديوك الاساطير. يا نهار ابيض، صدمتهم خرجت عن حدود المنطق والثبات. يا ترى هتتصرف ازاي يا ملك الجنوب؟ ال8 بيهجموا عليه وبيحوطوه من كل زاويه واتجاه، لكن تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معايا. لا والله. بيقول كفايه عليكم كده. بيفعل قوته هوبا، حاجز اخضر غريب بيحبيهم وبوم، وقبل من الهجمات بتنزل من السما عليهم بتنسفهم من الوجود نهائيا. يا ابن اللعيبه، هو ايه القوه دي يا عم انت؟ الشرير هو كمان في الوقت ده بيمسك جو اللي كان بيصارع في الالم، لكن ده مش سهل في حالتك دي يا جاو. بالفعل بيحكم سيطرته عليه، بيغمي عينيه، والواد حاسس بألم مش طبيعي مش عارف مصدرها ايه. خلاص الختم كان هينكسر، بس لا الملك في المكان خلاص بيعزز الختم على جو. العين الثالثه بتختفي من تاني. الواد بيقول له انا كنت بدور عليك وفجاه لقيت نفسي قدام البت دي. بعدها واول ما المسافه بيننا كانت 0 استحوذ عليها كائن شرير وفضل يقول عنك كلام غريب وانك عاوز تقتلني، بس انا قلت لا مستحيل انت تعمل كده، مستحيل ينتنج اللي اعرفه يعمل كده. الواد قال له خلاص خالص دلوقتي خلينا نشوف هنعمل ايه مع البتاع ده. بيستخدم تقنيته الرهيبه لازمه وحوش الدك، وبيلغي المجال الملعون المحيط بيهم دلوقتي. الشرير بيتعصب جامد وبدا يستعرض في قوته هو كمان. مش انت لوحدك اللي قوي يا ملك الجنوب. بيهجم عليهم بشعره المتصلب، ولكن ينتنج بيصدها. بيثبت له انه حته حزين ملوش اي 60 لازمه. بيقول له ما تشد شويه يا عم، مالك في ايه؟ ولا انت عاوزني انام منك ولا ايه؟ الشرير بيتعصب اكتر واكتر وهجماته وقت احد اكتر. ينتنج بيفعل الرؤيه الليليه على عينيه وبيقدر يشوف حاله الشرير اللي قدامه. بيتحرك في اتجاهها وهوبا بيقطع الاتصال بينهم، والشرير ولع من الحماس. ما كانش متوقع ان الموضوع يوصل لكده. يا لروعه، ان الامور تزداد اثاره. لم اكن اتوقع هذا ولكنه رائع. يا ابن المجنونه، انت ناوي على ايه بالظبط؟ لحد دلوقتي ما حدش عارف. المهم البت بترجع لطبيعتها وبتعتذر منها عما بدر منها، وانها سابت الشرير يتحكم فيها بسهوله. لكن جو بيهمس في ودنه وبيقول له ما تسمعلهاش، لا دي اكيد كدابه وانت لازم تخلص عليها، بس قرب كده وما تخليهاش تحس بيك. البنت بتقول له انا سامعاك على فكره. الواد بيقول لها لا ما كنتش اقصد اي حاجه، وبدات تحكي لهم عن اللي حصل لها في الماضي وبس. بس ده انت رغايه بشكل مش طبيعي، افصلي بقى. البنت بتعتذر وجو بيقول له هي عينيها غريبه كده ليه؟ ينتنج بدا يوضح له كل حاجه. بيعرفوا ان الشخص اللي بيملك حدقتين في كل عين ده يعتبر شخص مميز، بيقدر يشوف كائنات ما نقدرش احنا كبشر عاديين نشوفها، بس الناس في الماضي وبسبب جهلهم كانوا بيعتبروهم شياطين. وبيتضح ان البنت دي تحمل نوع مميز من الدماء بيغذي حقل الزهور اللي هنا، واللي فايدته تغذيه تايسون وتسريع اندماجه مع المختار. جو بيفهم كل حاجه وبيعرف ان البنت دي طيبه الاصل وما لهاش في اي حاجه من الاساس. بتستخدم قدرات عينيها العلاجيه وبتعالج لملك الجنوب جروحه. بيطلب منها تحمي المدينه ولو حست باي حاجه غلط تبلغه، لكن البنت بتقول له انا ما عنديش مكان ابات فيه، ارجوكم خدوني معاكم. الكل طبعا بيوافق والبنت بتروح معاهم فعلا. جو بيقول له ما يلا نغفلها يا اسطى ونخلع منها.
كده. البنت برضه بتسمعه وبتتأثر، بتقول له انت مالك يلا، ده انت حتة عرق معدوم الفايدة بصحيح. جو كان هيمسك فيها بس العاقل بيهديهم، اخرس منك ليها، بس البنت برضه بتزاوله. بتلبس النضارة الشمسية واللي هو انا معايا نضارة وانت لا يا فقير انت. بعدها بيتقابلوا مع البنت يونا وينتنج بيسيبهم وبينزل للمكان الغريب ده. يتكلم مع الشامان الحامي وبيقدم له التحية، بيسأله عن طريقة يقدر بها يخلص من الشيطان تايسون بدون ما يقتل المختار معاه. وعلشان نوضح بس، فالشامان ده هو اللي بيمد ينتنج او ملك الجنوب بقوته، شكله شكل جو تايسون كده بالظبط. بيقول له مستحيل، ده قدر واتكتب عليكم، وخليك عارف ان النتيجة مش هتتغير مهما حاولتم، لا، فلازم واحد فيكم يموت، يا انت تموت يا هو يموت، مفيش حل تاني، كل ده مكتوب ومحدش يقدر يغيره. فتلك لعنة القدر التي لا مفر منها، اما ان تقتله أنت وإما أن يقتلك. يا نهار أبيض، يا ترى هتتصرف إزاي في الموقف ده يا صاحبي؟ بينتهي الكلام بينهم على كده، وتاني يوم بيدخل العم ليليانج على جو، بيقول له أختك جت يا معلم، حجزت لها الأوضة اللي جنبك على طول علشان تكونوا جنب بعض، وبخصوص الحساب والفلوس فحسابها في الإيجار هيتضاف على حسابك يا معلم. أوبا الواد قال له حساب مين يا عم؟ أخت مين وإيجار مين يا عم؟ أنا معرفش أي حاجة. ليليانج بيقول له انجوي وبيسيبه وبيمشي. البنت بقى بتكلم جو بجدية وبتحذره من المصايب اللي هتحصل له لو خرج بكره. والواد بيستغرب وبيقول لها وانت عرفت منين ان شاء الله؟ بتشم على ظهر ايدك يعني ولا ايه؟ البنت بتقول له لا مش زي ما انت فاكر خالص، هي احدى ميزات عينيا بس مش اكتر. ستتعرض غدا لثلاث مصائب ستمنعك من الذهاب للدراسه. الواد طبعا مش مصدق كلامها، عبيط انا بقى علشان اصدق مش كده. بيشد منها الكتاب وبيقول لها انت بتصدقي الكلام ده؟ بتاخد منه الكتاب تاني، والواد بيجهز نفسه وبياخد ينتنج معاه وبيروحوا للجامعه. جو بيكون في قمه السعاده لانه اخيرا حس بالحريه، بيعدي الشارع بكل حماسه وهوبا ضفدع عملاق بيخبطه بيطيره من قدامه. ينتنج بيتلعب عليه والواد افتكر كلام البنت عن المصايب الثلاثه اللي هتحصل له، ايقن انها قد بدات بالفعل. الضفدع العملاق بيلف لسانه عليه والعجوز ده بيظهر من وراه بيفجعه، بيتمتم بكلام غريب مش مفهوم، وجو ما كانش قادر ياخد نفسه. بس فجاه الضفدع بيصغر في الحجم واللي هو انت ازاي نفس العملاق من شويه؟ بس خلاص يا عم مش هتخاف من حته الضفدع يعني. بيقرر يصرحه وبيقول انا محتاج مساعدتك يا عم، محتاجك علشان تساعدني الاقي حب حياتي اللي ما شفتوش من 10 سنين. حب ايه يا حاج؟ راح شوف لك تربه اترمى فيها، رجل في الدنيا ورجل في القبر وتقول له حب ويحزنون. لكنه برضه بيفضل يتحايل ويلح عليه، وفي النهايه بيقرر جو يساعده ويطلع في رحله بحث عن حب حياه الراجل العجوز، بما انه يعني لسه مع وقت، لسه فاضل على الجامعه ساعتين. هو انت اللي موديك بدري يا عم انت؟ بيودع العجوز اللي بيفكره بجده قبل ما يموت، وبيروح علشان يشوف له حبيبته هنا ولا هنا. بيدور عليها في كل مكان لكن ملهاش اي اثر في الشارع هنا. بيسال عليها اصحاب المحلات بس ما حدش اصلا يعرف اي حاجه. الواد بيزهق من كتر البحث وبيرجع للعجوز من تاني. بيعرفوا انه ملقاهاش وانه لازم يمشي علشان يلحق جامعته دلوقتي. الراجل العجوز وقتها حس بالذنب لانه عطل واد مجتهد زي ده. بيقول له روح شوف حالك يا ابني، وعلى ما يبدو فهي مش عاوزه تقابلني خالص. جو بيصعب عليه حال الراجل ده وبيقول له انت غلطان يا عم الحاج، فهي اكيد عاوزه تقابلك زي ما انت عاوز تقابلها، مش ضروري اروح الجامعه النهارده، من عارف يمكن يكون ده اخر يوم في حياتك. بيقرر يساعده ويدور من تاني. واستناني هنا يا عجوز وما تقولش على اي حاجه مستحيله، فالمستحيل ده ما عادش في قاموسي بعد الان. وبالفعل بيدور عليها، وبعد العديد والعديد من المحاولات الفاشله بيلفت انتباه جو حاجه غريبه. ايوه ده طرف الخيط اللي هيوديه لحبيبته العجوز. لسه كان هيدخل ويتفاجأ بملك الجنوب بيمنعه. عندك يلا، ده فعلا هو المكان الصح. فبداخله بقايا من طاقه العجوز الروحيه، ولكن بالداخل ما فيش اي اثر لاي شخص بشري خالص. جو اتضايق وقال له ايه معناته الكلام ده؟ حبيبه العجوز ماتت؟ هو انا هرجع اقول له ايه؟ ده دلوقتي هو قاعد ومستنينا بفارغ الصبر، هرجع اقول له ايه دلوقتي بالظبط؟ اقول له اني فاشل وما قدرتش احقق له طلب بسيط زي ده؟ بيقول له كده وهو حزين وبيدمع. وملك الجنوب جات له فكره وقتها، اتواصل مع البت شيرة وسالها ما اذا كانت تقدر تعرف مكان الست دي وين كانت ماتت ولا لا. البنت بتقول له على مكانها فعلا، والعجوز بيعيط اول ما بيشوفها، ده لانها ماتت يا صديقي. حرفيا عمال يعيط وينادي عليها، لكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. بس فجاه بيسمع صوت بيناديه بيكلمه، بطل عياط يا راجل، انت عاوز تغرق تربه ميه بملح وانا ميته ليه؟ ده انت حتى مشيت وما فكرتش تودعني او تسال عني، ما هنتش عليك، معقوله ما كنتش فارقه معاك للدرجه دي؟ ما خطرش في بالك يوم تيجي تطمن عليا؟ الراجل وقتها فرح انه سمع صوتها وقال لها كل اللي في نفسه. الست بتسامحه فعلا وارواحهم بتتلاشى من المكان، وبكده اول منحه خلصت بنجاح. ايوه فكل ده كان حلم مشترك وهم لسه في الفندق من الاساس. جو ما لحقش يستوعب يعني او يساله ينتنج على اي حاجه الا وفجاه ينتنج بيختفي من قدامه. ايوه
تايسون نجح في احداث ثغره في دفاعهم واخترق حلم الواد. ملك الجنوب بيفوق وبيروح علشان يطمن عليه، لكن جو ما كانش في اوضته وقتها. بتجيله شيرا ام عيون خطيره وبتقول له انه في المقبره اللي شافها في المحنه الاولى، انت لازم تلحقه قبل فوات الاوان. جو وقتها فعلا كان في المقبره، واول ما فاق اتفاجئ، هو ده مش كان حلم ولا ايه بالظبط؟ هو ليه بيحصل معايا كده؟ لكن وقتها تايسون بيكسر الختم وبتتحرر العين الثالثه. يا الهي، كارثه بكل المقاييس. ينتنجي وقتها بيوصل على المكان، ولكن بعد ايه؟ تايسون اتحرر خلاص. شيرا بتتدخل وبتقول له انت لازم تختمه قبل ما المحنه الثانيه تخلص. تايسون قال لها اختم مين بس؟ ده انا هخلص عليكم انتوا الاثنين، ومن ثم ساعيث فسادا في هذا العالم كما كنت افعل من ذي قبل. يا رباه، ينتنجي لسه ما بيلحقش يستوعب ويلاقي التاني بسرعه خرافيه بيهجم عليه، بيحاول يصيبه ولكن ده عمك يلا. الواد شغال يفادي في كل هجماته بسرعه ورشاقه لا تكاد توصف، ومع ذلك تايسون ما زال بيهاجم. بيستمر في شن الهجمات واحدة تلو الأخرى ومش سايب له أي فرصة يهرب بيها. بيقول له النهارده أيها الحامي هيكون اليوم اللي هتودع الحياة ديات فيها. عارف إن بقالك 300 سنة محبوس في الحياة ونفسك تخلص منها، مش كده ولا إيه؟ ما تقلقش ما تقلقش، اليوم سأحقق مطلبك، هقضي عليك النهارده لا محالة. ينتنج قال له بشوفك تحاول يا روح أمك، الكلام اللي أنت بتقوله ده محتاج كاتبة من أمثالك علشان تقدروا بس تنفذوه. بيصد هجمته الطايشة دي وبعدها بيتحول لوضع نجوم الفتاك، بيمسكه وبينزل في كسح مسح من كل زاويه واتجاه. بس تفتكر ان تايسون هتفرق معاه؟ لا والله. بيقول له ايه رايك في اخلاق الواد ده؟ طيب مش كده صعبان عليك تاذيه مش كده؟ ينتنجي فعلا عارف ان كلامه حقيقي، فهو فعلا ما يقدرش ياذيه، خصوصا بعد الطيبه اللي شافها منه الفتره اللي فاتت. تايسون بيضحك بهستيريا وبيحاول يستفزه علشان يتهور ويقدر يوقع الثقه بينهم. بينهك حامل الجنوب وجو المختار، بس ملك الجنوب مش مغفل يالا، بينطلق عليه وهوبا بيطعنه بالسيف في قلبه وبيحصره بداخل الدائره السحريه دي. كده خلاص الموضوع انتهى. تايسون بيحاول يهرب ولكن وقتك خلاص انتهى. انبح مهما تنبح ولكن نهايتك قربت. بينجح في ختمه مرة تانية وجو بيكون فاقد لوعيه. شيرا اخيرا بترتاح لانه بخير، بس تفتكر ان الموضوع كده خلص خلاص، تبقى غلطان. فبين طيات الظلام تحاك خيوط الكارثة. ايوه ده الشرير اللي عاوز يحرر تايسون بقى بقوته الكاملة، واللي شكله كده مجهز لهم مصايب كتيرة قدام. يا ابن الخبيثة، هو انت ما بتزهقش يالا ولا ايه؟ كل مرة تاخد على عينك وبرضه ترجع تحاول من تاني. بجد انت ازاي بجح كده؟ لكن وعلى ما يبدو فالشرير المرة دي واثق في نفسه فوق العادة، وشكلها كده ما تبشرش بالخير نهائي. بيقول له اللي انا هعمله هيكون بمثابة صدمة تحت حدود المنطق والثبات. اوبا ده شكله فعلا هيقلبها مجزرة. في تلك اللحظات كان جو بيحلم انه بيرسم منظر خلاب اخضر وجميل كالعادة، لكن يعكر هذا الصفو الجميل ظهور تايسون قدامه. بيقول له انا خلاص استحوذ على جسمك بالكامل، وقريب مش هتكون موجود في هذا العالم. الواد بيتألم بشده وبيصحى مفجوع، والشيرة بتطمن عليه والواد ما كانش قادر ياخد نفسه. بيمد ايده علشان يجيب الميه وتفاجأ بانه قادر يتحكم في قوة الشيطان اللي جواه. بيقول لهم هو ايه اللي حصل امبارح بالظبط؟ قالت له تايسون اخترق مستوى الروح بتاعك، ودلوقتي هو بيجري في مسارات دماغك كأنه واحد منهم بالظبط. احيانا هيستجيب ليك ويطيعك، واحيانا اخرى هيعصبك ويحاول يلغي تحكمك انت. فعلشان كده انت لازم تبقى مصحصح وتاخد بالك. وعلشان نوضح بس، اساسا عملية اندماج تايسون مع المختار تكمن من خلال اختراق 3 مستويات: المستوى الجوهري، المستوى الروحي، واخيرا مستوى الرغبه. والمستوى الجوهري تخترق تايسون في المعبد تحت الارض من فتره، والروحي ده لسه مخترقه امبارح في المقابر. فاضل بس مستوى الرغبه، وبكده يا جو انت ما عدتش هتكون موجود. بمجرد ما يتم التحكم في المستويات ال3 دول هتتحرر قوه تايسون الكامله، وحينها لن يتمكن احد من ردعه ومنعه عن تدمير هذا العالم. جو طبعا ما بيهتمش لكلامها وبيودعهم علشان يروح الجامعه. البنت بتحذر من المحنه الثالثه وبتقول له خد بالك يا صاحبي. الواد قال لها تمام وبيخرج من المكان طياري. هو حاليا متاخر عن حفله ترحيب بالطلاب الجدد، بس بيقول ينزل لعله عسى يلحق اي حاجه. بيجري بسعاده وهوبا بياخد رجل بطياره من فوق الكوبري وترميه في النهر اللي تحتيه. بتقول له من حظك الاسود انك وقعت تحت ايديا، انا مش هرحمك يلا، تعالى بقى علشان اروق عليك. بس تروقي على مين؟ ما تعرفش ان بيحمي وحش مهين. البنت حرفيا اترعبت من عينيه، بس بتعرف ساعتها انه مش بيهزر. لا ما طبيعي يا ماما، ده ملك الجنوب اللي قدامك. البنت بتخلع من المكان وهي مرعوبه، وده مش بشري، لا ده وحش بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بتخبط في شخص قدامها وديونا يا جماعه بتروق عليها طبعا، والبنت دي حظها باب. مراسم الترحيب بطلاب السنه الاولى بتنتهي وجو بيكون في منتهى الحزن وقتها. ينتنج بيحاول يهون عليه وبياخده فوق المبنى ده، والمنظر من هناك كان جميل جدا وفاتن. جو بيكلمه وبيقول له كل زعل انت عارف ده نفس المنظر اللي شفته اول يوم جيت فيه هنا، وكنت غلبان ساعتها وشايف الدنيا قدامي وردي، بس من ساعه ما دخلت الفندق بتاعك
بتاعكم، والمصايب بدأت تنزل على دماغي واحدة ورا التانية. كنت فاكر اني بتوهم واتخيل لحد ما ظهرت انت في حياتي، فهمتني كل حاجة، وكل يوم والتاني تحصل لي مصيبة شكل. اطلقت في الموضوع اكتر واكتر، بس انت بتظهر من العدم زي الملك وبتنقذني كل ما اكون على حافة الانهيار. انت اللي بتنقذني يا صاحبي. انت ازاي بتعمل كده؟ ازاي انت طيب او كده؟ بجد شكرا ليك على كل اللي انت عملته معايا. تعالى يلا بينا يا عم نرجع على الفندق نريح جسمنا. لكن الواد بيقطعه وبيقول له سامحني بس انا عندي سؤال والفضول هيموتني مش اكتر. هو انت بشري ولا انت ايه بالظبط؟ الراجل يا عيني بينصدم وبيقول له الله يخرب بيتك، هو انت مش كنت بتعيط من شويه؟ دلوقتي ليك نفس في الهزار. على العموم ايوه يا سيدي، انا بشري زيك بالظبط. سني توقف عند ال21 وبقالي 300 سنه على هذا الحال. فلو ما تعرفش انا تم اختياري من الشمال الاخضر العجوز علشان اكون حامي هذا العالم، احافظ على التوازن بين الخير والشر. عدى عليا شباب كتير زي حالاتك كده ولكنهم كانوا في الاصل اشرار. انت اول شخص طيب يتم اختياره لاحتواء تيسن بداخله. مش عارف اذا كانت دي صدفه او لا، بس الاكيد واللي انا مؤمن بيه ان مفيش حاجه اسمها صدف في هذا العالم. بيفتكر ذكرياتهم سوا وفجاه توابيت من طاقه تيسن المظلمه بتسقط كالنيازك من السماء. يا الهي انها تمطر جثثا. كل مليون والبنت اللي بتهاجمها بياخدوا بالهم، والكارثه تقترب بسرعه الضوء. هذه هي المحنه الثالثه ايها المختار. ايوه انها المحنه الثالثه، فخ النمر والذئب. هل ستتخطاه ام ان هناك شيئا سيغير مجرى تلك الاحداث؟ كل حاجه هتوضح قدام شويه. بيروحوا لهناك فعلا، واحده التوابيت دي بتتفتح قدامهم، بيخرج منه فارس بدرع شيطاني غريب وشكله قوي بصوره مش طبيعيه. ينتنج اول ما بيشوفه بيتذكر شخص عزيز لقلبه وجو حاول يفوقه. مش وقت الخيولات ده برضه. فوق يا عم، ده الوحش هيفشخت احنا الاثنين لو ما فقتش. بيهجم عليهم فعلا لكن ينتنج بينقذه. اهو اخيرا فقلك اللي هيدي لك على دماغك. جو بيسالوا عنه وبيطلع ان ده فارس حرب شيجن سينيا. بيهبد الارض بفاسه واحده بكسرها. بيبعد جو عنه وبيزنقه ينتنج في الجدار وبيعملها معاه. بيقول له انا جيت اخلص عليك يا على عائله جورجيا. ينتنج في الوقت ده كان عاجز عن الحركه حرفيا، لكن هوب جو بيخبطه بالحجره دي. بص لي يا بغل انت، لو كان فيك الله يعافيك. قابل يا غالي، لو عاوز تتناول تعالى لي. الله يخرب بيتك يا عم، انت بتهب يا ابني ارحم ابونا. الفارس يا دوبك بس بيبص له والواد بيجي ورا على طول. انا كنت بهزر معاك بس مش اكتر يا عم. هو انت صدقت ولا ايه؟ الفارس ما عندوش تفاهم وكان هيخلص عليه، بس عندك يالا فيونا بتسجل حضورها رهيب يا جماعه. الله عليك يا بت، والله احب انا الناس السالكه دي. البت التانيه بتيجي هي كمان وبيتعاونوا سوا من اجل القضاء على ذلك الكيان، وبيلطش في يمين شمال شمال يمين، ولكن فارس الدرع كان متين وعافي حبتين. جو وقتها بيروح لملك الجنوب يطمن عليه وبيعمل نفسه قلقان عليه في الاول، بس ده كان طمعان بس في قوته. بيقول له بسرعه انقل لي قوتك يا صاحبي، خلينا اخلص عليه، هاخد لك حقك ما تقلقش. يا ابن المصلحجيه. ملك الجنوب طبعا بيرفض، وساعتها بيستيقظ تايسون بيكلمه في عقل باله وبيقول له محتاج مساعده، عاوز تعرف اللي حصل في الماضي وعلاقته بالحامي اللي وراك ده. لكن الواد بيقول له لا وبيحاول يمنعه. بيقول له يابا مش عاوز اعرف، انت مالك، انت ارجع تاني. تايسون مش بيستسلم، وها قد ظهرت العين الثالثه من جديد. هو خلاص كده هيتحرر ولا ايه؟ لا ده بيساعده بجد المره دي. بيتصل بالدرع الشيطان الملعون وبيشوف ذكريات الماضي، وده وقت لما كان ينتج واد صغير ضعيف وتم تكليف ابوه بمهمه طارئه في احدى الجبال لاحضار اكسير شافي. المهمه دي كانت خطيره جدا ولكن الاب ما كانش عنده خيار تاني. بيقول له امرك يا زعيم، وبينطلق مع جنوده للجبال وبيوصلوا للغابه دي واللي كان فيها غسام بيقتل الناس في ثواني. الراجل بيامر جنوده بالانسحاب، لكن الامير المدلل بيقول له انت مين هنا علشان تدي الاوامر؟ استمر في طريقك يالا، فالعلاج قدامنا بالظبط. الراجل ساعتها ما كانش عنده خيار تاني وامر الجنود باستكمال المسير. بيوصلوا عند الحافه دي وهنا كانت الفاجعه. ايوه ده كمين يا معلم، ده العيال بتتعرض للخيانه من بقيه الجيش، وهدفهم كان قتل ملك الجنوب الحالي اللي هو ابن يانتنج، لكن بيقدروا يفلتوا منهم بعجوبه. والملك بيقول لهم ايه هدف المهمه الحقيقي بالظبط؟ قالوا له تايسون. ايوه هو ده اللي احنا جايين علشانه. الراجل اتصدم وبيقول لهم يبقى الاساطير صحيحه فعلا، تايسون موجود في مكان ما هنا ولا هنا. ملك الجنوب اتصدم مره تانيه، ده كائن شيطاني، ازاي يكون هو الدواء اللي بيشفي جميع الامراض؟ قال له لا يالا بجد انت فاهمان وعجبتني دماغك، تايسون فعلا مش دواء، لا، وانت وكل اللي سبقوك كنتوا مجرد طعم مش اكتر. يا نهار مش فايت. الراجل بيتعصب وبيأمر اوف اتباعه بالهجوم عليه، لكن ولاد الهرمه كانوا مخططين لكل حاجه. بيقول له هو انت عبيط يالا ولا ايه؟ فانت خلاص ما عادش ليك مهرب، انت ورجالتك هتموتوا هنا ودلوقتي، وعلشان طبعا اضمن انك مش هتأذيني فانا جبت ابنك ومراتك كرهينه. يا ابن الخبيثه. الراجل بيتعصب لاقصى درجه، بس هتعمل ايه بس؟ وبالفعل الجنود كانوا زانقين
بيقتلوا ولا وامه على حافة الجرف وبيدفعوهم برفقة علشان يغزوا تايسون واللي هو نبتة شيطانية في الأساس. الأم فضلت تتحايل عليهم يسيبوا ابنها الصغير في حاله ويقتلوا أبوه بداله، ده لسه واد صغير يعني وما عملكوش أي حاجة، أرجوكم سيبوا ابن المسكين، قولوا لي بس ليه عاوزين تقتلوه؟ فهل هم في الوقت ده سابوه أم أنهم سيقتلوه؟ استنونا يا أصدقائي في ملخص الجزء الثاني والأخير من حكاية جاو. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط اللايك التمام، الاشتراك علشان بيفرحني يا فنان. وبس كده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.